يعني. من برنامجكم الرياضي اليومي خلال فترة كأس آسيا، برنامج فرح آسيا. نجدد الترحاب بجميع مستمعي إذاعة فرح اف ام في هذا الموعد الرياضي اليومي من خلال برنامج فرح آسيا الذي يأتيكم يوميا في تمام 2 ظهرا بتوقيت دمشق. طبعا اليوم حلقة مميزة وخاصة من برنامج فرح آسيا، واليوم ضيفي هو واحد من الأشخاص اللي كانوا موجودين مع منتخب سوريا في الإمارات. البعض اعتبره واحدا من الأسباب الأساسية لخروج المنتخب من النهائيات الآسيوية على الرغم من مجهوداته الكبيرة في الكادر الفني لمنتخب سوريا. لم تشفع له مسيرته الكبيرة جدا كلاعب مع منتخب سوريا ل 127 مباراة وإحرازه العديد من الألقاب مع ناديه الجيش ومع منتخب سوريا أيضا معه 6 دوري، 5 كأس آسيا للشباب، كأس الاتحاد الآسيوي مع فريق الجيش، و5 مرات وصيف بطولة الأندية العربية، وبكل هذه البطولات كان هو كابتن الفريق. كل هذا لم يشفع له في البطولة الآسيوية، والبعض وضعه في خانة الاتهام كواحد من الأسباب الأساسية لخروج منتخب سوريا من النهائيات الآسيوية. لديه الكثير من الكلام، لديه الكثير من الحديث. الترحيب المباشر بالكابتن طارق جبان، مساعد مدرب منتخب سوريا على مدار 3 سنوات ماضية مع الكابتن أيمن حكيم، واستمر مع الكابتن شتنجة، وبآخر مباراة مع الكابتن فجر إبراهيم. تحياتي إلى كابتن طارق، وأهلا وسهلا فيك ببرنامج فرح آسيا. أول شيء تحياتي لكم جميعا، وتحياتي لكادر عمل إذاعة فرح اف ام، وبعتقد انه يعني وجودي اليوم معكم لحتى يعني جاوب على كل الاسئله ممكن الناس عم تنتظر اجوبه شفافه او حقيقيه على عده مواضيع مهمه، ان كان خصوصا بالنسبه لطارق جبان الامور الفنيه المتهم فيها طارق جبان على صعيد الامور الفنيه او اي امور ثانيه ممكن اللي اتهم فيها سابقا وما زال حيبقى متهم. تماما. اول شيء بدي اسالك، ليش هلا اخترت توقيت طلعتك هلا على وسائل الاعلام؟ انا بعد ما رجعت من الامارات حكيتك بالفتره الماضيه ما قبلت، بس امبارح حكيتك قلت لي اوكي انا جاهز. استاذ مازن، انا بدايه انا بحترم الناس اللي اشتغلت معهم، بحترم الناس اللي وما زلت وحابقى مستقبلا بحترمهم ان كنت معهم او ما كنت معهم. انا طبعا مثل اي شخص ثاني بالكادر، يعني احنا اثرنا الصمت لحتى يعني نعرف انه نتائج الدراسات اللي حتصدر عنا اتحاد كرة القدم لتقييم الوضع خروج المنتخب من كأس آسيا بهذا الوضع وهذا الوضع المزري. يعني انا اثرت الصمت انه انا مثل اي واحد ثاني عم منتظر يعني اعرف شو مصيرنا نحن ككادر فني. من المفترض الكادر الفني او الكادر الفني والاداري تم حله مباشره بعد بطوله، ما صدر اي شيء بحق الكادر الفني والاداري الا لامبارح حتى طلع بيان رسمي من اتحاد كره القدم. فانا ما بقدر اطلع احكي وحتى احكي باي امر معين لحتى اعرف شو هي كانت اسباب الفشل، مين بيتحمل مسؤوليه الفشل. طبعا كلياتنا بنتحمل الفشل، ما حدا معفي من الفشل، كلياتنا بنتحمل الفشل اللي صار. لكن انا قلت لحق سمعت واتهمت بعده امور، وحتى سمعت يعني من كثير ناس انه انا ممكن اكون احد الشماعات اللي ممكن تلصق بطارق جبان، نعتبره احد اسباب الفشل، وحتى مو هو كل اسباب الفشل. انا بدي اوضح للناس يعني حتى الناس تعرف انه بشو انا اخطأت، واذا حدا عنده اي مستمسك او عنده اي اثبات على طارق جبان انه هو متهم باي امر معين، انا جاهز حتى اتواجه مع هذا الشخص او مع اي انسان. انا سكتت كثير وبقيت صامد، مثل ما قلت لك كثير ناس بالكادر الفني
لحتى نعرف شو نتائج هذا نتائج اسباب الفشل واسباب الخروج من كاس اسيا. السبب الرئيسي هو اليوم، لانه احنا امبارح شفنا البيان. قبل ما نحكي بالسبب الرئيسي، اقنعك البيان اللي اصدره اتحاد كره القدم امبارح؟ هذا هو اللي خلاني انا اطلع احكي اليوم، يعني هو هذا البيان اللي صدر من اتحاد كره القدم بعد وقت طويل يعني من الدراسه ومن بعض الوقت الطويل من تحليل الاسباب الخروج. البيان، انت شفت البيان، يعني بيركز على عده امور. طبعا اعتذار من الشعب السوري هذا واجب، احنا بنعتذر كونه نحن كنا بكادر فني بنتحمل كثير امور معينه بالامور الفنيه. انا امور اداريه ما بتحمل شيء، لانه انا لانه انا ما لست اداري، يعني انا ممكن اكون مفروض يكون انا سنجون اكون مع كادر اداري لتصحيح اخطاء، لكن عملي بنصب على الامور الفنيه. السبب الثاني طبعا بعد اعتذار، احنا بنريد نعتذر مره ثانيه للناس اللي كانت متامله فينا انه احنا نعمل شيء، بنقول لهم هذا احنا شيء، نحن نستاهل كل الحكي اللي حكيتوه عننا، مهما كان الحكي، ان كان حكي يعني بمس مشاعر السوريين، انتظرونا كثير، بكيوا كثير دم، بكيوا قهر كثير على منتخب، انتظروا كثير. هذا الشيء احنا اللي لا مفر منه، الاعتذار واجب. ممكن في اعتذار ما يفيد عند الناس، هلا الناس تقول لك ايه شو يصفت اذا انت اعتذرت لي هلا بترجع لي بطوله وبترجع لي الارباح، هذا الشيء اكيد، لكن كره القدم بتصير فيها هيك قصص دائما فوز وخساره. الشيء الثاني البيان اللي صدر من اتحاد كره القدم بعد دراسه طويله. طبعا رئيس اتحاد كره القدم الاستاذ فايز دباس وضح عده امور، انه هو بتحمل يعني كثير مسؤوليات كبيره، وكان هو عنده اخطاء ارتكبها، ووضح هو انه احد اسباب اول اسباب انه عدم تكليفه باداره المنتخب لمدير منتخب، يعني هذا الشيء هو اعترف فيه. طب ما هذا السبب الرئيسي كمان من احد اسباب فشل المنتخب، يعني عدم وجود مدير منتخب. بس الاستاذ فادي كان موجود معكم طول الفتره وكان هو مدير المنتخب. ما كان معنا طول الفتره، فترات كان يحضر معنا لعب وديه، كان يجي يسافر معنا، ما اختلفنا، بس كلمه مدير منتخب بده يكون مع المنتخب يوميا بالتدريبات، بالمباريات، بالاجتماعات. نحن هو كان رئيس اتحاد ومدير منتخب وعده امور ثانيه، هذا الشيء ما بكفي. مدير منتخب هو دائما معروف، مدير منتخب باي بلد بالعالم بيكون شخصيه لها علاقه ممتازه بكره القدم، له تاريخ بكره القدم. مع احترامنا للاستاذ فادي، الاستاذ فادي مو شرط يكون لاعب كره قدم حتى يكون رئيس اتحاد، بس انا خصوصا بمساله مدير منتخب محتاج يكون في انسان رياضي مختص بكره القدم، طبعا عنده تاريخ كثير كبير، يقدر يناقش المدرب الالماني اللي احنا جبناه بعد ما فكرنا نعين مدرب وطني الكابتن ايمن الحكيم. حتى هذا المدرب اذا اخطا يكون في على راسه او فوق راسه واحد يقيم عمله، وهذا الشيء طبعا مو يقيم عمله معناته هو يعني يجبره انه يتخذ قرارات معينه مثل ما بتلائم مدير منتخب. لا، انا عم اقول انا كمساعد مدرب بمنتخب سوريا عندي واجبات وعندي مهام معينه موكل لي من قبل المدرب الالماني، لكن هذا المدرب الالماني لو فرضنا مدرب عم يخطا، مدرب غير جيد، مدرب تدريباته سيئه، مدرب ما بيعرف يكوتش مباراه، مين بده يقيمه؟ انا كطارق جبان بقدر اشوف، بس ما بقدر انا اقول له انت عم تغلط هيك وهيك وهيك. اساسا انا متهم بالتدخل فيه، انا واحد من الناس متهم بالتدخل بقراراته، بتدخل بتبديلاته، باستدعاء اللاعبين، بانتقاء اللاعبين، باستبعاد اللاعبين. انا متهم، فكيف انا بدي انا اجي اوقف على حده اذا كان هو مدرب مو منيح؟ لازم يكون في مدير منتخب يكون دائما عم ياخذ تقارير فنيه من المدرب الالماني، يعرف انه المدرب وين اخطا، ممكن هذا الشيء ينقله رئيس الاتحاد، ووقتها رئيس الاتحاد بيحكوا انه هذا مدرب اخي فاشل، مدرب مو كويس. بعد سنه كامله عرفتوا انه مدرب فاشل، يعني انتم قيمتوا هذا المدرب بعد سنه كامله مدرب فاشل. خلال المعسكرات اللي انتم اجريتوها ابتداء من البصره مرورا بمعسكر النمسا وكل المباريات الوديه، كان في تقييم؟ حدا سالك عن اداء المدرب الالماني؟ حدا سالك فنيا عن المدرب الالماني من اتحاد كره القدم او من اداره المنتخب الوطني؟ هلا بنفترض استاذ مازن، لما مدرب بتجيبه انت مدرب الماني او اجنبي، هذا مدرب توقيت جيته على سوريا بغض النظر اذا كان منيح ولا كان سيء غلط. انت تركت المنتخب، الكابتن ايمن الحكيم ترك المنتخب قبل سنه من كاس اسيا، من المفترض اما بيضل مدرب وطني ان كان كابتن ايمن او غيره، لانه هي السنه هي ما هي سنه اعاده الكره السوريه او منتخب سوريا حتى يلعب بطريقه مثل نادي برشلونه. انت محتاج لاي مدرب اجنبي يجي على سوريا يدرب بده 3 سنوات حتى يحسن يطور هذا المنتخب. سنه كامله هذا المدرب اشتغل مع منتخب سوريا من وقت ما جاء على البصره، يعني تقابل المنتخب 6 ايام بالبصره. طب بعد 6 ايام هدول خلصوا 6 ايام، غاب 3 شهور حتى التقى المنتخب بالمدرب بالنمسا 10 ايام. يعني من المفترض يكون وضع المدرب كمدير فني على المنتخب يكون اقل 3 سنوات، هذا الشيء مو مشكلتنا، نحن مو غلطنا، لكن انت فيك تحكم عليه من الشيء اللي عمله بدايه ما تشتغل مع المنتخب. ليش الناس طلعت حكت اول مباراتين مع قطر ومع العراق ببصره انه والله المدرب خلال 5 ايام بتواجدوا مع اللاعبين فقط؟ في شيء هيك تطور ملحوظ انه بناء اللعب من خط الدفاع ومن حارس مرمى، انتشار صار صح في التمريرات القصيره، التغى اللعب الطويل العشوائي. طبعا ما انا ما عملهم طبعا، او حتى اغمز من يعني من قناه الكابتن ايمن الحكيم، لا نحن اللي لعبنا بواقع مع الكابتن ايمن الحكيم انه كنا نملك ادوات تلعب فيها بواقع معين.
الادوات هي اختلفت مع شتانجي. صار في عندك لاعبين بخط المقدمه بعده خيارات. دخل على المنتخب محمد عثمان، عمر السومه، فراس خطيب، ان كان عمر خريبين عاد بعد انقطاع كثير طويل المنتخب. عندك لاعبين على مستوى اسامه عمري كان مستبعد ايام ايمن حكيم، لكن ما كان يشارك ابدا. لا، في عندك خيارات صارت هجوميه افضل. فالمنتخب واضح انه في تطور، لو كان تطور ملحوظ بالبصره. بعدين ليش اللاعبين هلا افتح انت كل الفيديوهات اللي عملوها اللاعبين كمقابلات مع لطفي برس ومع غيره، كلنا شكروا بمدرب الماني بمعسكر النمسا انه كيف هذا المدرب عم يعطي فكر جديد، انه كيف اعطاهم. طبعا هذا الشيء عمل طويل، ما هو عمل قصير. انا واحد من الناس، جزء من الكادر الفني، انا اللي حضرت كل هالشيء للمدرب حتى يعرضه للاعبين. كان بمحاضرات على البروجيكتور ولا او حتى بارض الملعب. اعطاهم عده امور متعلقه بكره قدم حديثه، 11 بند. كل اللاعبين بتتذكر هذا الكلام، وحتى اللاعبين كان كل يوم اكد عليهم انه انتم نسيتوا الشغله الفلانيه، عم نطبق احيانا هاي الشغله انتم عم تنسوا الشغله الفلانيه. فكان في تركيز انه نحن نبني كره قدم حديثه. هذا الشيء بيحتاج وقت طويل كثير، لكن المدرب اشتغل على عده امور، واللاعبين هن يعني بعظمه لسانهم قالوا نحن في تطور ملحوظ المدرب، وشكروا فيه كثير لاعبين. هلا احنا مشكلتنا هي بعد النمسا، ما هي مشكلتنا قبل النمسا. الحكم على المدرب ما بيكون من حكم من خلال تدريبات بس فقط، من خلال والله استدعاء لاعب وانتقاء لاعب، لا، الحكم بيكون بعد مرحله معينه. المدرب الالماني عاش بضغوطات كثير صعبه بعد معسكر النمسا، ضغوطات استبعاد فراس خطيب، احمد صالح، وبعد منها جتنا قصه حميد ميدو. هو بالنهايه مدرب محترف، يعني بده يكون متاقلم مع هذا النوع من الضغوطات. اكيد متاقلم هو، بس الشيء انا برايي شيء شافه ببلدنا وحياه القران ما شافه بحياته ما شافه. وباعتراف انه انا بحياتي صرت عم اشتغل 45 سنه بالرياضه ما شفت هيك ظروف. طبعا ما بحكي انه الظروف على مستوى تامين المستلزمات نجاحه، يعني الاتحاد كره القدم انا ما بنكر 6 لعب وديه لعبناها بايام فيفا كانت هي دائما ملغيه من تاريخ منتخبات سوريا، كنا دائما هي فاضيه عنا ما بنشغلها. معسكر النمسا على مستوى عالي. اللي بيقول لك معسكر النمسا معسكر فاشل بيكون لانه هذا الشخص عم يحكي هيك له غايه لحتى يفشل المدرب وحتى يفشل المنتخب. معسكر النمسا من افضل معسكرات اللي صارت لمنتخب سوريا. بالنسبه لباقي الامور، انه انت كيف بدك تقيم هذا المدرب؟ بتقيمه انت من مباراه وديه واحده ولا ثنتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه؟ ممكن تقيمه من بعد فتره معينه. خلصنا نحن من المباريات الوديه، فتنا على اول مباراه رسميه لم يكن مقنع اداء المنتخب. تمام. وين الاسباب؟ يعني اليوم مباراه فلسطين ولا كانه هذا منتخبنا، ومع الاحترام للمنتخب الفلسطيني كل الناس كانت، وحتى لحد هلا يعني اليوم اذا بترجع بتعيد مباراه سوريا وفلسطين منطقيا نحن لازم نربح. فرق امكانيات باللاعبين، فرق خبره، فرق كثير قصص. استاذ مازن، تعاقد مع مدرب اجنبي مو بالضروره يكون المدرب الاجنبي هو فقط صاحب تطور اللاعبين والمنتخب. مو فقط هو جزء، لكن انت ما تنسى عندك مجموعه لاعبين قارعه كبار اسيا بتصفيات المؤهله لكاس العالم. وكان معنا كابتن ايمن حكيم مدرب وطني، ما هو اجنبي. نحن دائما بنعتبر مدرب اجنبي انه هو احسن من وطني، وانا برايي لا، مو احسن، مو دائما احسن. اذا مدرب له سمعته معروفه بتاريخ كره القدم العالميه ممكن احنا نستعين فيه. هذا نفس المنتخب اللي لعب مع كابتن ايمن حكيم باكبر مباريات اسيا، لعب ضد اليابان وديا تعادل معهم، لعب ضد ايران مرتين تعادل معهم، لعب ضد منتخب قطر فاز عليه، لعب ضد منتخب اوزبكستان فاز عليه وخسر معه، لعب منتخب، يعني في كثير مباريات. احنا نفس اللاعبين اللي كانوا مع كابتن ايمن حكيم هن نفسهم تقريبا اللي كانوا مع الكابتن شتانكي باستثناء احمد عثمان، يعني نفس المنتخب. لكن انت بدك تعرف انه ليش الفريق كان بذاك الوقت فيه روح، وليش الفريق كان عم يقاتل، وليش الفريق هلا بدون روح. طيب ليش بدون روح؟ لانه في اسباب ادت هذه الروح. شو هي في شرخ بين اللاعبين، في اسباب بين اللاعبين، في شرخ كثير كبير بين اللاعبين، عده اسباب، مساله حسد، مساله غيره، مساله اشاره كابتن الفريق، كلها اثرت. مين انت قال لك انه مدرب الماني 8 9 شهور قاعد بسوريا عم يشتغل فقط على امور فنيه، عم يشتغل عم يحل مشاكل بين اللاعبين، عم يحل مشاكل بين مساله قياده الفريق، لمين الكابتن اللي بيستحقها مين ما بيستحقها. المدرب الالماني ما قاعد بس كل يوم حتى بس قاعد بمكتبه والله بس يشرب كاس الشاي ويروح على بيته. نحن عشنا كثير ضغوطات صعبه، اللاعبين في منهم معهم حق، في منهم ما معهم حق، لكن المدرب بالنهايه هو المدير الفني، هو المدير الاكبر بالمنتخب كقرارات. عم بحكي انا هون. فانت الظروف اللي لعب فيها منتخبنا مع فلسطين ومع الاردن ظروف غير مثاليه انك تربح مباراتين. يعني اليوم الثغره الاداريه بالمنتخب وهي المشاكل هي اللي اثرت على المستوى الفني برايك؟ هلا انا مو دفاعا عن شتانجي، انا حقول لك شتانجي مدرب فاشل، مدرب ما له علاقه بالتدريب، ماشي؟ طيب اعتبره انت مو معه. طب انت وين كانت اللاعبين؟ انت عندك لاعبين ما عم نلعب احنا بمجموعه فيها اليابان وايران، احنا بنلعب مجموعه فيها فلسطين والاردن. ما طبعا ما مستهين بالاردن وفلسطين، بين ان احنا الاقل منهم. فلسطين فريق لعب عده مباريات وديه، فريق متطور، فريق عنده لاعبين محترفين بانديه بامريكا اللاتينيه، لكن احنا افضل منهم بامكانيات. نحن عندنا مجموعه لاعبين ممكن ما تمرق المجموعه على منتخب سوريا مستقبلا. نحن قلنا وين دور اللاعبين، وين كانت اللاعبين الفرديه، وين كانت اللاعبين الجماعيه. مو معقول مدرب الماني لو بيكون احسن مدرب بالعالم يعلمك كيف ترفع كره او كيف تمرر باص صح،
هذا مو مشكله مدرب الماني. لما انت تخسر مباراه مو بده يجي يعلم مدافع كيف يغطي على زميله او كيف بده يقطع كره من الخصم. نحن مدرب، انا عندي اثباتات كامله، عندي اثباتات كامله. كل درس لاي منتخب كنا نلعب معه في عده امور تكتيكيه اشتغل عليها مدرب الماني، واتحدى انا اي شخص يجي يواجهني بهذا الكلام. عندي اثباتات هيك كلها موجوده على الكمبيوتر، انه الفريق الفلاني الاردن عندهم ثغرات الفنيه كذا، عندهم ثغرات النقاط الايجابيه كذا. حل يعني انت بربك كم مباراه بدك تحلل لمنتخب الاردن او فلسطين حتى تعطي فكره واضحه للاعبين. ممكن في مدربين يعتمدوا بنص ساعه بيقعدوا نص ساعه على منتخب الاردن، بيحضروا نص ساعه على اي مباراه للاردن او فلسطين وخلاص. 8 مباريات حللنا انا ومدرب شتانجه 8 مباريات لكل منتخب بمجموعتنا. فلسطين 8 واستراليا 8 والاردن 8. طيب فلسطين 8 والاردن 8 واستراليا 8 هون بالاخير وين المدرب عطى كل شيء على اللاعبين، معلومات على ايجابيات وسلبيات اي منتخب ضده، لكن بارض الملعب المدرب ما هو عم يلعب. المدرب هو بيخطئ بمساله تبديل، مساله اشراك لاعب، مساله انه غلط تكتيكيا، هذا شيء ممكن يصير وغلط. انا بعترف احنا غلطنا بعده امور، لكن بالنهايه في امكانات لاعبين. طب هلا اسالك سؤال انا، هلا مورينو مدرب بمانشستر يونايتد، طب ونفس اللاعبين كانوا عم يدربوا قبل شيء اسبوعين ثلاثه، ليش اللاعبين انقلبوا هلا اللاعبين؟ ليش اللاعبين هلا انقلبوا مع مدرب ثاني هذا النرويجي؟ في اسباب، بوجود نفسيه، بيجوز في مشاكل بين اللاعبين من بعضهم حاول يحسنها، بيجوز في امور تكتيكيه، امور اداريه. نحن مشكلتنا على فكره مشاكلنا ليست فقط فنيه، ممكن نتحمل 10% من المشاكل اللي ظهر فيها منتخب هذا الوضع 10% فنيا، لكن باقي الامور اداريه. 90% اداريا و10% فنيا. لا بس قسم كثير كبير، ممكن يكون 60% و70%. هذا انا بقول لك اياها، وباقي الامور ممكن تقسم على الباقي، يعني على اللاعبين وعلى المدرب وعلى الكادر الفني. لو كنت صاحب قرار بتخليه لشتانجه ليكمل اخر مباراه، يكمل لاخر مباراه على الاقل. على الاقل انا انت عم تقول انه 3 سنين لازم يكون اقل شيء، هيك نوعيه من المدربين. حتى نحن نقول هذا المدرب عمل شيء للمنتخب لازم اقل شيء 2 و3 سنوات، اقل شيء 2 سنين. نحن توقيت جية المدرب على سوريا كان توقيت انا برايي غلط. اساسا نسالك سؤال، مين اللي طالب مدرب اجنبي؟ مين؟ الشارع. لا مو الشارع، اللاعبين اول شيء طالبوا مدرب اجنبي، حتى نكون واضحين. اللاعبين هن بعد لعبه استراليا بعض اللاعبين قالوا نحن لو معنا مدرب اجنبي نحن كنا طلعنا كاس العالم. ممكن لا، اعطيني مدرب هلا بالعالم، اي مدرب بالعالم احسن مدرب بيضمن نحن ناخذ كاس اسيا؟ ما بيضمن، ما في شيء مضمون كره قدم. نحن مشكلتنا انه احنا بعد الانجاز الكبير بالاتحاد بالملحق الاسيوي المنتخب كبر كثير مزبوط وحقه يكبر وصار من كبار القاره، صرنا نقول احنا الاجنبي هو قادر انه يجيب كاس اسيا. بالغنا كثير بالطموحات، احنا حقنا كناس كشعب نفرح انه منتخبنا يكون له اسم كثير كبير بالعالم مزبوط، بس احنا كثير بالغنا بهذا الموضوع. انا برايي كان لازم يضل مدرب وطني بعد الكابتن ابراهيم حكيم، او هو يضل على الاقل، تمام. بعدين من عندك انت 4 سنوات كاس العالم الجاي او كاس اسيا، وقت انت بتجيب مدرب اجنبي بيبني كره قدم حديثه اكثر، بيكون عنده امور اكثر يشتغل عليها حتى يحسن هذا المنتخب. وانا برايي مع ذلك انا مو دفاع عن شتانجه، بس انا بدي اعطي ارقام واعطي وجهه نظري بهذا الموضوع. المدرب الالماني شتانجه لعب مباراه ضد اوزبكستان، كل الناس قالت انه هذا مو منتخب سوري اللي احنا بنعرفه، هذا منتخب اوروبي. طب بعد يوم ما خسرنا 3 ايام مع قرغيزستان منتخب يعني الناس شايفته هذا منتخب مو سهل متطور ودليل بكاس اسيا. خسارته مع الامارات انا برايي ظالمه، لازم ما يطلع من البطوله. قرغيزستان منتخب اوروبي تحسن كثير المنتخب، مع ذلك بتخسر بتتعادل بتربح، ولعب وديه تكشف اخطائك. انت لا تفرح لما تربح بلعب وديه، فرح انت لما تخسر اكثر لما تتعادل او تربح تكشف اخطائك. بس نحن مشاكلنا اثرت علينا، نحن وصلنا. نحن نسالك سؤال، المدرب الالماني واقع تحت ضغط الاقاله من 7 شهور، هو تحت ضغط الاقاله، ليش؟ لانه هو تحت ضغط الجمهور، بدهم لاعبين معينين، فراس وغيره وغيره. لا لحظه شوي، تحت ضغط الجمهور ولا تحت ضغط اتحاد الكره؟ رح كمل تحت ضغط الجمهور اول شيء. هلا نحن مشكلتنا اتحادنا استاذ فايز عباس مشكلته هو بيفتح الفيسبوك ليل نهار، بتاثر بالجمهور. انت رئيس اتحاد مع احترامي لك لا تاثر، بدهم طارق جبان لاعب منتخب، بدهم فلان لاعب منتخب، انت مو شغلتك. يعني انت مو شغلتك تقيم انه مين الشارع شو بده، اترك المدرب. انت جايب مدرب اجنبي لحتى هو يكون بعيد عن العاطفه، هو بتحمل بالنهايه. انت حمل كل مشاكل المنتخب بالنهايه على المدرب اللي انت جبته، تمام. نحن جبناه بدنا نمشيه على كيفنا، يعني احنا جبناه. طبعا ما عم بحكي انا عن ذنب، بس عم بقول انه الاستاذ فادي دباس يعني هو كرئيس اتحاد من حقه يشرح وجهه نظره للمدرب انه اخي في فراس خطيب هذا لاعب عندنا اسطوره، وهذا اللاعب بيستحق يكون بالمنتخب، وانت عم تستبعده رايه. بس الناس، الجمهور، الاستاذ فادي، غيره، حتى انا واحد من الناس انضغطت كثير بموضوع فراس خطيب. انا مضغوط اكثر واحد اساسا بالكادر الفني موضوع فراس خطيب. انا متهم باستبعاده لانه انا بحكي انجليزي مع المدرب، انا متهم بعدم استدعاء احمد صالح. طب ليكو احمد صالح اجى على المنتخب؟ احمد صالح لما اجى على المنتخب
هلا بالفتره الاخيره شكر المدرب الالماني، قال له انا انت اللي عملته معي كثير ممتاز، انك انت جبرتني العب بنادي، جبرتني اتدرب بالانديه اللي انا عم بلعب فيها، وما اجى على المنتخب حتى اكون جاهز. احمد الصالح امتى اخر مباراه لعبها مع منتخب سوريا؟ قبل طبعا قبل كاس اسيا امتى لعب؟ مع الصين لما تعادلنا 2-2 سجل هدف. بعد منه ما لعب غير لعبه ايران. لعبه ايران لعب بس بعد منه وقف، لانه هو انضرب لعبه قطر ما لعب، انضرب لعبه ايران الملحق اللي اسمه المباراه الاخيره، واشترى ما لعب لعبتين. فهو فعليا اخر مباراه مع ايران ب 10 او اقل ب 10 9 10-9 10-9 مع ايران كانت، اذا ما خلينا 6-9 بالضبط. 6-9. امتى اول مباراه لعب احمد صالح بعد ما رجع المنتخب، او خلينا نقول بعد ما اخر مباراه له كانت مع اليمن. يعني مع اليمن انت يعني سنه كامله احمد صالح بدون مباريات تقريبا. طب المدرب اشتغل معك صح، انه انت قال لك لعب بنادي يا احمد وانت بقيت سنه بلا نادي، اهلك مع ناديك. مو ممكن، لا يمكن مدرب بالعالم يجيب لاعب غير جاهز او بلا نادي لحتى يجيبه يجهزه بالفيفا دايز. انت فيفا دايز هي مباراه حتى انت تطبق اسلوب معين، تشوف اللاعبين، تختبر اللاعبين بعده مراكز، تعرف خياراتك انت ممكن مين هي حتكون بكاس اسيا، مو حتى تجهز لاعب بدنيا. احمد صالح اعترف بهذا الشيء، انا العكس، المدرب اشتغل لي صح، وصلت انا اخر مرحله. لو كان جاهزيه احمد صالح ما كانت كافيه، واحمد صالح مو احمد صالح، انا بحكيها بوشه. احمد صالح لو كان مثل ما هو مثل ما بنعرفه مستحيل نخسر مع فلسطين، مستحيل نخسر مع الاردن. انا بعرف احمد صالح شو هو، لكن احمد صالح رجع للمنتخب بس بينقصوا حساسيه مباريات، بينقصوا على الاقل سنه كامله بدون مباريات على مستوى منتخب عالي. بيحتاج انت يا احمد صالح حساسيه عاليه المباريات، واحمد صالح بيعرف هذا الشيء، واي لاعب كره قدم بيعرف هذا الشيء. مو بس حساسيه مباريات، حساسيه لياقه مباريات. فانا هذا رايي برايي مدرب مغرب. تمام. هلا هون يمكن احد المآخذ عليكم كجهاز فني بهذيك الفتره انه خلال 8 او 9 شهور ما قدرتوا تخلقوا منافس لبعض اللاعبين بارض الملعب. يعني على سبيل المثال مؤيد عجان لعب 3 مباريات وهو عائد من اصابه، ما قدرتوا تشوفوا البديل. مو معقول 14 نادي بسوريا ما في بدلاء او تقدر تخلق بديل، يعني مثل ما بيقولوا بالتسميه الدارجه ضره لهذا اللاعب. يعني هو يعرف حاله انه مو هو اساسي. عمرو ميداني كمان ما لعب كتير بانتظام مع نادي المصري وشفنا اساسي بالمنتخب. احمد الصالح كمان مو هذا مستوى احمد صالح وانت عم تحكي بهذا الموضوع. يمكن تامر حاج محمد من اللاعبين اللي عم يلعبوا بانتظام. يعني في كتير خيارات كانت. حتى عمر خريبي ما كان عم يلعب بانتظام مع نادي الهلال. حتى عمر السومة ما كان له منافس. يعني عمر السومة بالملعب اذا لا سمح الله انصاب عمر السومة ما في له بديل. يعني اليوم كان باحد اللحظات مطروح اسم محمد الواكد انه يكون مع المنتخب، ما شفنا. هل الدوري المحلي سيء لهذه الدرجة حتى ما نقدر نخلق خلال 9 شهور او نجرب بعض اللاعبين ونختارهم يكونوا مثل ما قلنا بين قوسين ضرة للعيبة الاساسيين؟ لو الدوري السوري ب9 شهور بيخلق لاعبين على مستوى يلعبوا منتخب بكاس اسيا، بعد احنا اقوى دوري بالعالم. استاذ مازن انت بتعرف نحن مدرب الماني اجى على سوريا بشهر 2 او شهر 3. انا عندي وانا ما اشوفه غير بالملاعب عم يتابع مباريات. هذا بس لو حضر مباريات للدوري السوري اكثر من 70 مباراه، انا عندي كل مباراه وكل تفاصيل اي لاعب. حاول يخلق يشوف لاعبين، وانا بقول لك في لاعبين ممكن كانوا يكونوا يعني ممكن يكونوا اساس لحتى يكونوا لمنتخب سوريا، لكن انت هذا اللاعب جبته من الدوري السوري، اي لاعب كان لاعب مدافع فرضنا محل احمد صالح او محل عمر ميداني، انت هذا اللاعب قادر انت هذا اللاعب تزجه بكاس اسيا؟ طب هون السؤال، يعني انا برايي ايش عم بقول لك، هذا الحكي بده استراتيجيه طويله. لو مدرب الماني قاعد 3 سنوات ممكن يخرج هو يخلق لاعبين ويطوروا من خلال معسكرات داخليه. ممكن اخي انا اجيب مدافع من نادي تشرين معين، من نادي الاتحاد، من نادي فلان، هدول اهلهم حتى يكونوا هن دعم للاعبين يعني نحن اذا بدنا نحكي على مستوى خط الدفاع انشغلنا بالمباريات الوديه بالتجريب ببعض اللاعبين اللي ما اقنعوا للمدرب، بعدين رجعنا للخيارات الاساسيه اللي لعبنا فيها تصفيات كاس العالم. يعني مثلا ثائر كروما بنوجه له تحيه ابو سامي، لعب اكثر من مباراه معكم كقلب دفاع، وهو اصلا مو مركزه الاساسي قلب دفاع، هو بيلعب لاعب ارتكاز. يعني انا ما بدي فوت بالاسماء، بس هل من المعقول انه ما في ولا هلا جايين على قصه شعيب العلي لانه سائلين عنا كل التعليقات عم يسالوا على قصه شعيب العلي. خلينا نقول عبد الناصر حسن، يعني في اسماء، ابراهيم الزين بلحظه من اللحظات. طيب خلينا نحكي واحد يعني. هذه الاسماء كلها حكيت عليها، كلها اسماء كمدافعين على مستوى الدوري السوري بحطهم على راسي كلياتهم. مدرب عمل لك حضر كل المباريات، حضر للاتحاد لتشرين للوحده للمجد، ما خلى ولا مباراه. شاف في لاعبين جيدين، لكن انت معه وقت قليل. انت هلا ممكن يكون هو غلط انه ما دعا لاعب معين على مباراه فيفا دايز ممكن، بس لله شغله وحده. استاذ فايز دباس كل ما يقول له المدرب الالماني انا بدي اجيب لاعب فلان من الدوري السوري، قال له لا بس فكر لي باللي كانوا معنا بالتصفيات الماضيه.
هي قدامي، هي انا بحكي يعني اذا سمعني استاذ فادي، هو استاذ فادي كاستراتيجيه اتحاد طلب منه اخي انا بدي منتخب يلعب بكاس اسيا. معناتها كان في تدخل هلا هو بشغل شتنجل. هلا اصلا هلا ممكن تعتبرها تدخل، ممكن تعتبرها انت راي. هو بيقول لك انا هذا رايي، انا اخي انا بدي اياك تركز لي على، انا كرئيس اتحاد ومدير المنتخب بدي اياك تركز لي على اللاعبين اللي كانوا معي بتصفيات كاس العالم الماضيه، هذول نجحوا وهذول كانوا معي رجال وكانوا كذا. ما تفكر لي، حتى ما خلى يفكر بلاعب اولمبي. يعني حتى اللاعبين المدرب اللي حاط عينه قالوا عليهم اولمبيا، قال له معلش هدول اولمبيين انا مو جاي هلا حتى اعطيهم خبره بالبطوله هي. يعني انا برايي استاذ فادي معه وجهه نظر صحيحه ببعض الامور. انا بقول لك هذا الحكي معه حق. انا مو معقول اجيب لاعبين 4 5 لاعبين اولمبيين حطهم بكاس اسيا ممكن ما استفاد منهم ولا بلاعب، ممكن لاعب واحد ما استفاد، صح لما لا؟ فانا لا، خليني اعتمد على البطوله هي بطوله قريبه من تصفيات كاس العالم الماضيه، خليني اعتمد على الحرس القديم اللي كان معي يا اخي على الاقل، خليني اعتبر هذا المصطلح. فممكن يكون احنا غلطنا، ممكن يكون احنا نجحنا، بس ايجاد احنا غلطنا 100%. ايجاد بدائل للاعبين معينين. اساسا الشارع الرياضي عم يطالب انه احمد صالح ليش ما جبتوه على المنتخب؟ لك احمد صالح ليش ما جبتوه على المنتخب؟ مدرب عم يحاول يأهل لاعبين، كان سالك رومان، كان اسراء حمويه، جربناه بعده مراكز ما نجحوا اللاعبين، هن امكانياته، لكن مدرب حاول. هلا جيب لاعب الدوري السوري بقول لك غلط ما جبنا، انا بقول لك غلط ما جبنا، بس مشكله وين؟ بدك تجربه بمباراه وديه؟ هذا الغلط كان لازم احنا نجيبه نجربه بمباراه وديه حتى نحكم عليه، لا يمكن نجربه بمعسكر داخلي او معسكر خارجي. حتى معسكر النمسا ما ممكن تحكم فيه على كثير لاعبين، لكن ليك اللاعب بالدوري السوري مبين واضح انه هذا اللاعب خرج منتخب. بدنا نسالك سؤال، هلا باللاعبين احنا اللي سافروا معنا معسكر النمسا في 5 و6 لاعبين محليين، المدرب ما اقتنع بولا بواحد منهم، انا بقول لك ما اقتنع بولا بواحد منهم. كان معنا مؤيد خولي، كان معنا عز الدين عوض، كان معنا عنيزان. الوحيد الناس اللي عم تحكي على عنيزان انا مو دفاع عنهم، هو ابن نادي الجيش هلا حاليا، وانا هذا اللاعب ما في بينه وبينه شيء الا هو لاعب عندنا بنادي الجيش، مثل اي لاعب رجع على المنتخب كلهم يعني كلهم رفقاتنا واخواتنا وابنائنا بيعتبرون. عنيزان حتى ابن هذا سيره عنيزان معسكر النمسا لعب مباراه ضد ناغازاكي الياباني وضد نادي كرباخ الاذربيجاني، لعب لعبتين كاملتين. افضل لاعب بارض الملعب هو عنيزان، هذا مو شهادتي انا، في احصائيات عندي انا، طبعا ما بدي اجيب لك احصائيات اخوات البرنامج كله يقول لك شو لعب وشو عمل. بشهاده رئيس الاتحاد نفسه، الاتحاد فايز دباس قال العنيزان يعني هذا بيستاهل يكون منتخب، وانا بواجه اي واحد اذا قال لا. لا تطلع انت على لاعب معين انه والله يعني زي ما لعب منتخبات سابقه، ممكن ما يكون لعب منتخبات بس الزلمه عنده موهبه انه يلعب اكثر من مركز، نجح بمركز ظهير ايمن. طب انا حلك حقارنه هلا حقول لك شو لعب بالكاس اسيا، لعب الاردن مع فلسطين للنيزان. طب على الاقل اذا ما كان يعني اذا ما عمل شيء ايجابي بس ما عمل شيء سلبي، ما انكشف الزلمه، لعب بامكانياته وعنده امكانيات جيده، لكن الفريق بشكل عام مع الاردن ومع فلسطين بشكل عام كان سيء، فلو بيكون ما ردوا بالفريق حيفشل، ما حيكون لاعب سيء، ما حيكون لاعب جيد. باقي اللاعبين هلا قلت لي عبد الناصر حسن مدرب شافه في مساله كثير مهمه استاذ مازن، مساله السرعه. السرعه هي عامل كثير مهمه لكره القدم، السرعه باي مركز بقلب الدفاع لانه بيحتاج يكون لاعب عنده يكون سرعه، لو كان مثلا لاعب لك والله جسم طويل لكن عنده على الاقل شيء سرعه. في لاعبين اعمارهم ممكن يعني ما تناسب المنتخب حاليا، انا بجيب لاعب صغير اولمبي مدافع. عبد الناصر بالنهايه لاعب له تجربه كثير كبيره مع المنتخبات ان كان بالفئات العمريه وحتى المنتخب الاول قبل اصابته ببطوله غرب اسيا. انا معك. طب هذا الشيء بيعود لمين القرار؟ للمدرب، مدرب الماني. يعني انا اسالك سؤال، معقول كل 7 8 لاعبين ممكن نذكرهم؟ حسن ابو زينب انذكر، سعاد احمد انذكر، شعيب علي انذكر، عم تقول لي هي عبد الناصر حسن، في 5 6 مدافعين. ابراهيم الزين انا اول واحد حكيت مع ابراهيم الزين من شهور، جبنا جواز سفرك، وائل عقيل بيعرف هذا الكلام، وانا طلبت من وائل عقيل جواز سفره، مدرب بده اياه ما عنده جواز سفر، هويته 4 5 اقسام هويته. يعني في مشاكل احنا بنحكي عليها هلا، بدنا نفتح قصص ما لنا فيها. نحن في لاعبين 5 طب معقوله 5 6 لاعبين مدافعين جيدين ومدرب الماني مثلا حتى عم تطلع انه ما يجيبون؟ لا، بس انا عم بقول لك استراتيجيه اتحادنا انه معه حق الفادي دباس بالقصه هي، انه اخيرا بدي لاعبين كانوا معهم تصفيات. احمد صالح حدا بيحسن يحطه برا المنتخب اذا ما كان جاهز. احمد صالح هلا انت بعد البطوله الاسيويه بتقدر تقول انه كان قرار تلعيب احمد صالح بالمباريات الثلاثه اساسي هو قرار صحيح؟ طبعا كان صحيح. هلا برغم انه مو جاهز، انا قلت لك هلا احمد صالح اول مباراه وديه له هلا مع اليمن. هلا نحكي شغله مهمه. احمد صالح ال4 شهور الماضيه قبل كاس اسيا عم يلعب بنادي العهد، المدرب ما خلى مباراه اللي حضرها على التلفزيون، واذا كانت ما نقول لك بدنا نجيب روابط نحضر المباراه. بدا يتحسن احمد صالح، لكن مو هذا المدرب، يعني المدرب ما كان هالقناعه العاليه انه احمد صالح على مستوى كاس اسيا يكون اساسي. لكن نسالك سؤال، مشكلتنا مو بس احمد صالح، مشكلتنا عمر ميداني. عمر ميداني واحد من الناس ما لعب بناديه ولا دقيقه. هلا بتقول لي انت ايش كان دعيتوه؟ طب الزلمه كان منتخب سابقا هو اساس بمنتخب كقلب دفاع، عمود اساسي. لما كان احمد صالح والعميداني بقلب مركز قلب الدفاع منتخبنا كان بخير بالحاله الدفاعيه.
احمد صالح شاف مدرب باخر ايام قبل بطوله اسيا، شافوا انه هذا رجع وضعه الطبيعي، دعاه. مو دعاه تحت ضغط الجمهور، لا، احمد صالح بيستاهل يكون منتخب سوريا، دعاه. اجينا معسكر الامارات، احمد صالح كثير كان متميز بالمعسكر، بين انه عنده رشاقته رجعت، ارتقائه رجع، القوه البدنيه رجعت، لكن مثل ما قلت لك بيبقى ناقصه كان حساسيه المباراه، رتم مباراه عالي. انت لما تلعب بالدوري اللبناني، مع احترام الدوري اللبناني، عم تلعب بنادي كبير، نادي العهد، عم يلعب ضد فرق اقل منه نادي العهد، ما حيبين احمد صالح اذا كان مستوى سيء لما لا، حيبين احمد صالح دائما انه مستوى جيد. لما يلعب نادي العهد ضد نادي كبير او نادي قوي، حيكشف احمد صالح اذا كان هذا النادي نادي مثل العهد احمد صالح مو جاهز فيه. عمر ميداني، نحن مزبوط كلامك، المدرب الماني اعتبر انه عمر ميداني لو فعلا ما كان عم يلعب بناديه، لكن هو كان معه في التصفيات الماضيه وعم يلعب بناديه، لعب وديه كثير كان، هذا طبعا ما بكفي، انا معك، انا ضد انه هذا الشيء، بس ما عندنا، انت اذا بدك تقيم احمد صالح تقيم عمر ميداني، راح تلعب بدفاع، بخط دفاع جديد بكاس اسيا حتتبهدل. الخبره الدوليه استاذ مازن لها اساس. الاستاذ فادي احد الايام كان لي يا اخي جيبوا احمد صالح برجل واحده بيلعب، كلمه رجل واحده هي بطلانه، يعني كلمه انه انا بلعب رجل واحده بطلانه، ما في شيء اسمه رجل واحده، اللاعب يا اما جاهز 100% يا اما بيقعد برا على الخط. فنحن عانينا مساله الدفاع. اما مويد عجان، مويد عجان مزبوط، عمل رباط صليب الزلمه، حدا بينكر انه مويد عجان كان من افضل لاعبين تصفيات كاس العالم الماضيه، لعبان كل مباراه كامله، هو ابراهيم علي. يا اخي بدي اياه هلا، انا مو بدي اياه بتصفيات كاس العالم ما كان سيء الماضية. مويد عجان، ما كان سيء، ما كان سيء، صنع لنا مين بديله؟ مين بديله؟ نديم صباغ. هل تعلم لو كان مويد نديم صباغ بوضع بدني قبل بطوله جيد كان اساسي ببطوله كاس اسيا؟ بس مدرب حماه نديم صباغ لانه بحاجته، حماه. الزلمه عنده اصابه، كان شد عضلي بعضله اماميه، شد العضلي مثل التمزق. ونديم صباغ كان معنا ببحرين، وكان معنا عفوا كان معنا بعمان، وكان معنا بالكويت، ولعب فيه مباراتين وكان اداؤه جيد. رجع على الدوري السوري مع نادي المجد على ملعب التارتان، حس بوجع وقف. طب المدرب معه سنه ونص، يعني ما بيأهله اللاعب، بيأهله. هلا حتى لي فراس خطيب، مزبوط، فراس خطيب ممكن كان يتأهل، ممكن، انا مو مالي دكتور مالي طبيب، بس فراس خطيب هو قال رأيه فراس على موضوع اصابته انه انا كنت بقدر اذا تأهلت مع المنتخب لمده اسبوعين كون جاهز، مزبوط، ممكن يكون كلامه مزبوط 100%، لانه فراس ادرى بهذا الوضع انه اللاعب تمزق البطه، وخلينا عضله البطه تعرض لها فراس خطيب اكثر من 20 مره بحياته، فهو اقرب انه يعرف انه انت ممكن يجهز. تمام. معنا اتصال هاتفي، لنشوف مين معنا. الو، يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا فيك. مين؟ انا اسمي جهاد. اهلا وسهلا يا جهاد، تفضل سؤالك. سؤال، بما انه عم يحكي كان على اللعيبه والاستدعاء والسرعه الى اخره، طيب احمد الاشقر، تمام، بدنا نعرف ليش استدعوه؟ رح اقول لك ليش. اول شيء مساء الخير. هل هذا هل عمره بيسمح انه نستدعي هيك لاعب لهيك بطوله؟ صح، انا راح احكي لك. طيب. ومع احترامي الشديد للكابتن، بس هيك بطوله ما بدك لاعب اولمبي، بدك اول شغله يكون حدا عنده خبره. تمام. طيب، شكرا كثير لك. يعني هذا قبل ما يكون في شيء لازم يكون في خبره اول شيء. تمام، منيح اللي ذكرت احمد الاشقر. شكرا كثير لك اخي جهاد. انا حضيف على سؤاله، انت اليوم متهم بلاعبين، خلينا نقول. واو، مو لاعبين، متهم بكل الكره السوريه انا. طيب يعني متهم بكل الكره السوريه كلها، مو لاعبين. طيب هلا الاهم انه بيقولوا انه لانه بنادي الجيش بيلعب، عبد الملك عنيزان هو عم يكون اساسي بالمنتخب، واحمد الاشقر. يعني هلا نحكي شوي، خلينا نقول، اشرح لي وجهة نظر المدرب فنيا بمباراة فلسطين. يعني انا واحد من الناس ما كنت بتخيل تمرق بطولة اسيا، مع الاحترام لاحمد ومع الاحترام لموهبته، واكيد هو من اللاعبين المهمين واللي بالمستقبل حيصير من نجوم الكرة السورية، هذا ما عندي شك فيه. بس اليوم انت عم تلعب ب 11 لاعب وقدامك 10 بفلسطين وبدك الفوز، بتغير لاعب ارتكاز بلاعب ارتكاز، يعني ما بنشوف مرديكيان قدام، ما بنشوف لاعب ثاني، نعزز الحاله الهجوميه. هلا انا لو بتكون هلا نبي، استغفر الله العظيم، ما حدا تصدقني، لو بتكون نبي هلا، اي اقسم بالله العظيم انا ضد اشراك احمد الاشقر، ضد اشراكه. رح اقول لك بس شو اللي صار، خليني احكي. انا هلا جاي احكي اليوم امور فنيه، ما جاي بحكي انا لاعب امور اداريه ولا مشاكل اللي صارت بين اللاعبين. كناحيه فنيه، اول شيء كسرات احمد الاشقر. انت شو عرفك اخ جهاد انه احمد الاشقر مو سريع؟ اذا بدنا نحكي على السرعه. ثاني شيء انا معك كلاعب منتخب اولمبي، هو قائد منتخب اولمبي سابقا، قائد للمنتخب الاولمبي، المدرب الوحيد اللي قدر ينتقيه من المنتخب الاولمبي لحتى يكون لاعب ارتكاز المنتخب كعنصر شاب، كعنصر عنده خلينا نقول حيويه. ليش؟ اذا انتم عم تحسبوا هلا، المقصود انا بعرف شو كلامه، المقصود انه طارق جبان متهم باستدعاء احمد اشقر مقابل فراس خطيب. لا كمان ليسوقوا بالبطوله الاسيويه ويلعب مشان بعدين بدنا يجي عقد، لانه انت بنادي الجيش. انا سمسار لاعبين اساسا، هي احد الاتهامات اللي عم توصلك. طيب اعطيني اثبات انه انا سمسار لاعبين وعم جهز لعيبه الجيش حتى تلعب بطوله اسيويه، متى في غير عم جهز 10 كمان.
حتى يلعبون بكاس اسيا. رح اكمل لك موضوع احمد اشقر. كان في كمان دائما اشاره سوداء على احمد اشقر، انه ليش احمد اشقر يا اخي جيبوا فراس خطيب، شو بدكم هذا ما عنده خبره، هذا اللاعب ممكن تحتاجوه شيء بطوله لما لا. يعني احنا كنا نسال هذا السؤال، ممكن هذا اللاعب تحتاجوه بطوله؟ المدرب يقول له ممكن ايه ممكن لا. طب انت ايش بدك اياه بطوله؟ قال له انا هذا اللاعب جبته لاعب ارتكاز، لانه انا عندي لاعبين ارتكاز غيره شو اسمه لاحمد اشقر، تامر حجي محمد وخالد مبيض، على اعتبار زاهر ميداني هو قلب الدفاع الرابع. انت رايح على بطوله في جهاد باعور، احمد صالح وعمر ميداني. زاهر ميداني للاسف نحن عم نعتبره دائما الزلمه مثل يعني شماعه، انه خسرنا مع استراليا، الزلمه عم يلعب ضمن امكانياته، نحن احتاجناه ضد استراليا بالملحق الاسيوي وخسرنا 2-1، والعالم تحمل انه هو قصير وتيم كاهل اطول واحسن منه بالراس. ممكن يكون كلام صح، ممكن يكون كلام غلط، لكن نحن اعتبرنا زاهر ميداني قلب دفاع رابع، اعتبرنا احمد اشقر احد 3 لاعبين ارتكاز بالمنتخب، على اعتبار محمد عثمان لا يصلح انه يلعب لاعب ارتكاز. محمد عثمان لانه عنده نواحي دفاعيه عنده سيئه جدا. بس لعبتوه لاعب ارتكاز، لعبناه مع فلسطين. مع فلسطين لعبتوه لك ليش؟ انه انت مطالب بالفوز، انت مطالب بالفوز مع فلسطين، لعبناه لاعب ارتكاز، مو معقول احنا نلعب لاعب ارتكاز. لا نحن ما لعبنا مع لاعب زاهر ولعب تامر مع فلسطين، لعب هو تماما صح، ما لعب مع فلسطين، ما لعب مع فلسطين، صحيح. محمد عثمان لم يشارك اساسي بلعب فلسطين، شارك الشوط الثاني، لعب زاهر وتامر. طيب بسألك سؤال، محمد عثمان ليش ما جابت قصه انه اللاعب قبل يومين 3 دخل عند المدرب على غرفته؟ محمد عثمان طبعا بعد معسكر ابو ظبي، وانا المدرب اجى عندي الالماني قال لي محمد عثمان وضع سيء. قلت له شو وضع سيء؟ قال لي اجى عندي على الغرفه عم قال لي انا لياقتي جيده وحالتي بدنيه جيده، طبعا جاي من دوري هولندي يعني، بس انا ما عندي تركيز ذهني، ما عندي حاسس حالي بعيد ذهنيا عن اللاعبين. طبعا انا قلت المدرب شو قصده ذهنيا؟ قال له انا عم معاني مساله اللغه، يعني انه احيانا تواصل بين اللاعبين. قلت له هذا مو سبب لمدرب الماني. قال لي ليش هو سبب؟ قلت له انه صار له لعبان 8 مباريات مع المنتخب الوديات، طبعا 6 بفيفا دايز وثنتين منهم تلعب بالنمسا. فانا برايي مو بعدين كره قدم ما بتحتاج دائما بتحتاج للغه، يعني ممكن تلاقي لاعبين بنادي من 10 لغات، لكن هو ذهنيا انا حل شو السبب؟ التدريبات اللي سبقت مباراه فلسطين بمعسكر ابو ظبي، محمد عثمان من احد 3 لاعبين كان مستواهم التدريبات مو منيح، يعني اللاعب مو مركز، ما بنحكي عن الامور البدنيه، بدنيا جاهز، لكن التمرير كان سيء عنده. اتخاذ القرار طبعا في التدريبات عم نحكي ما كان نلعب وديه، اتخاذ قرار كان سيء، الولد كان تحسه مو طبيعي فعلا، كان يا اما بيجوز عنده كان تعب ذهني، بيجوز يكون تركيزه انه هو جاي يلعب بطوله اسيويه، بالنسبه له اول مره كان بيمثل منتخب سوريا بطوله اسيويه، كان لعب وديه ما عليه ضغط، بيلعبوا وديات انت عم تلعبها ما عليه ضغط. محمد عثمان عم يلعب بشكل جيد كان، بس بطوله هون اجباري بده يكون لاعب عنده شويه خلينا نقول توتر، او خلينا نقول يعني تفكير او تفكر انه كيف ممكن يظهر بالبطوله الاسيويه مع المنتخب. فمحمد عثمان لاعب بيلعب ورا مهاجم، ناديه هيراكوليس الميلو بيلعب، هو اسلوب اللعب بهذا النادي بيختلف عن منتخب سوريا، بيلعبوا 4-3-3. محمد عثمان ما بيلعب لاعب ارتكاز دفاعي، بيلعب لاعب ارتكاز بنسبه هجوم 70% تقريبا او اكثر، فما مطالب بامور دفاعيه، عم يجي يلعب طبعا بطريقه 4-2-3-1 كلاعب ارتكاز، لا يمكن انه يحسن يؤدي الواجبات الدفاعيه بهي الطريقه، هي مع فرق قويه. اما مع فرق مثل فلسطين، مع احترامي لفلسطين او الاردن، نحن مطالبين كنا نلعب بمحمد عثمان، لكن بيبقى قرار مدرب تماما. هي يعني هو بالنهايه اللاعب محمد عثمان هو من طلب انه ما يكون اساسي بالمباراه. لا بالعكس، بس قال انه انا بحاله ذهنيه ما خاف. مدرب اقسم بالله بحكي عن جد، مدرب قال لي انا ليش عم يجي يحكي لي هالحكي، اول مره بيجي لعنده بيقول له انا حاسس حالي مو مرتاح، يعني اول مره محمد عثمان بيجي على المدرب من هيك ما مدرب خاف يزج فيه تمام، حتى اذا كان سيء بيقول له انا مثلا عندي شيء خلل او في شيء موجات عندي تمام، لكن على الاشقر، حتى على الاشقر وجوده بالمنتخب معناته ما قلت لك على اعتبار انه هو لاعب ارتكاز ثالث، ممكن يحتاجه المدرب ممكن ما يحتاجه. طب انا حل شغله، اذا انت بتشوف المباراه اللي شارك فيها احمد الاشقر مو دفاعا عنه، افضل لاعب عم يكون بارض الملعب اللعب وديه يلعب فيها احمد الاشقر، مع الصين كان افضل لاعب بشهاده كل الموجودين معنا من رئيس اتحاد وجر. بلعبه اليمن اشقر كان افضل لاعبين، وهذا كمان بشهاده كل العالم. افتحوا شوفوا المباريات يا اخي، انا عم بحكي اليوم على ظروف مباراه فلسطين، اليوم نحن بمباراه فلسطين كنا مطالبين بالتسجيل والفوز، انا معك ببدل لاعب ارتكاز بلاعب ارتكاز، ونحن اخر 10 دقائق ونحن المطالبين بالفوز. فلسطين اول شيء انا بالنسبه لي كطارق جبان اكبر غلط نلعب ارتكازين تامر وزاهر بالنسبه لي، يعني انا طارق لو خيرتني لا ما بلعب انا تامر، او بلعب واحد ما بيلعب، يعني واحد بدول اثنين ما بيلعب تمام، ممكن يلعب محمد عثمان. مباراه فلسطين انطرد لاعب بالدقيقه 70، انطرد لاعب من فريق فلسطين تمام. نحن اول تبديل اجيناه هو تبديل، كان اول تبديل دخول محمد عثمان مكان مين؟ مكان زاهر ميداني تمام.
التبديل الثاني التبديل الثاني هلا بتذكر لك ثواني بس. التبديل الثاني محمد عثمان مكان زاهر. اول تبديل كان قلفه مكان عمري، انصاب العمري تمام، وقت انصاب العمري بالشوط الاول مكان قلفه. التبديل الثاني كان محمد عثمان مكان زاهر. التبديل الثالث الفريق الخصم ناقص لاعب. تمام. انا في شخص قدامي موفى فتح الله قاعد معي على يساري ومدرب على يميني بمباراه، بحكي انا مباراه فلسطين. تامر حاج محمد كان لاعب فعلا مميز كثير بلعبه فلسطين بالكرات المشتركه، يعني هي التحامات عم يطلع كل الكرات العاليه هو اخذها. لا تستهينوا منتخب فلسطين، عندهم لاعبين على مستوى جيد بالامور البدنيه. تامر حاج محمد كثير ساعدنا بالامور البدنيه بلعبه فلسطين. تامر حاج محمد باخر 3 ساعات تعب وعنده انذار بالمباراه. المدرب وجهه نظره لو كان الفريق الثاني بيلعب ناقص لاعب، مو معناتها اذا ناقص لاعب معناتها كرة قدم ما ممكن الفريق الناقص لاعب ما يربح الفريق الثاني، مو بالضروره. يا اما فرق بتلعب ناقص لاعبين وتربح على فريق زايد لاعبين. تمام. مدرب انا قدامي قال لي انا خايف على تامر حاج محمد ينطرد معه انذار، عم فكر بدله مكان او نزل محله اشقر. واشقر صحيح عنده هو يعني طبعا تبديل حيكون مكان بمكان، لكن اشقر بضل عنده نزعه هجومي اكثر. قمت انا رايي الشخصي، انا قلت له كوش انا رايي، تسالني عن رايي، قال لي شو رايك؟ هي كان موفى فتح الله جنبي شاهد علي شو حكيت. رايي نحن مطالبين بالفوز. تامر حاج محمد ما بعتقد حيكون عليه ضغط كثير كبير مثلا، الا بجوز حيكون كنت حريص انه يكون يعني يلتحم مع حدا حتى ياخذ انذار ثاني، حيكون حريص انه هو عرفان حاله ممكن ياخر لعب حتى ما يتعرض لانذار. الراي الشخصي كان بالمباراه دخول مارديكيان يلعب راس حربة مع عمر السومه لحتى يخفف الضغط على عمر السومه. مارديك يتميز بالقوه البدنيه والكرات العاليه، ونبدل فهد يوسف يرتاح، وعمر خريبين يرجع لعب جناح يسار حتى يتحرر عمر خريبين. عمر خريبين بثلاث مباريات هو افضل لاعب. صحيح. عمر خريبين خيارات لاعب ضد لاعب ممتازه عنده، يعني انت تلعبه على طرف ما عنده غير خصم واحد هو الظهير الخصم، تلعبه ورا مهاجم عنده عده لاعبين، عنده قلبين دفاع، عنده لاعبين ارتكاز. عمر خريبين خليه يتحرر شوي. قام قال لي طارق لاني خايف ياكل انذار تامر حاج محمد. قلت له كوتش مثل ما بدك، قسما بالله العظيم موفى فتح الله اداري منتخب شاهد على كلامي بدكم تسالوه. قام المدرب خلص جيبوا الاشقر، جاب الاشقر. المدرب طيب ليش الاشقر مو خالد مبيض؟ هقول لك ليش. ليش المدرب جاب لاعب ليش جابه؟ جاب اشقر قرر اشقر. ليش؟ انه خالد مبيض بدنيا قوي. تمام. المدرب هو محمد عثمان صار يلعب ورا مهاجم. تمام. يعني احنا لعبنا طريقه 4-1-4-1، فهو صار بده يلعب حتى ارتكاز ينزله عنده نزعه هجوميه. الاشقر عنده نزعه هجوميه. الخالد مبيض اذا لعبته ارتكاز ثابت انت ما استفدت شيء بالتبديل، فهو نزل الاشقر كناحيه انه عنده يزيد الحاله الهجوميه. نوعيه تمريرات الاشقر، نوعيه التمرين عنده نسبتها عاليه بالجوده وبالدقه. هذا راي المدرب. هلا هون المدرب انا برايي لا، انا بخلي تامر، بس هو حتى ارجيك انه المدرب كان على قرار صح باشراك الاشقر او حتى يلعب ارتكاز. لما نزل الاشقر على المباراه نزل اول ما نزل عمل فاول نص الملعب، عمل فاول بنص الملعب واخذ انذار. لا قبل الانذار، بعد منا كانت كره ثابته إنها ركنيه إنها ارتدت، نزلت الكره على خط منطقه جزاء الخصم، اضطر الاشقر يوقف هجمه مرتده واخذ عليها انذار. يعني لو فرضنا احنا هذا الشيء كان صار مع تامر حاج محمد كان ممكن يطلع بالحمراء. هلا هي القصه كنت اقول لك 50% صح 50% غلط، بس انا اعمل لك رايي الشخصي. انا مو ضد انه احمد اشقر يلعب او انه ضد انه يكون بالمنتخب، انا ما مع يعني انا هذا الشيء مو رايي ولا قراري. المدرب قاتل على احمد اشقر. طب اسالك سؤال، في مدرب بالعالم بيقولوا له اشقر مو منيح فرضنا، او انا بقول له اشقر مو منيح، هو مصر عليه، هو مصر فيه قناعه فيه اللاعب، هو مقتنع بلاعب معين. فمو معقول احنا كل اللاعبين اللي اجوا هي قناعه طارق جبان. يعني معقول مدرب هالدرجه يكون ضعيف ويقتنع باللاعبين اللي طارق جبان بده اياهم ان كان من نادي الجيش ولا غيرهم؟ طب اسالك سؤال، هلا العنيزان لعب اول مباراتين بالبطوله، الجويد ما لعب ولا مباراه بطوله، تمام، لعب الثالثه. طب نحن معلش مع احترامي للجويد، هو واحد الاسباب انه احنا تعرضنا لهدف ثاني مع استراليا، صح لما لا؟ هذا هدف مو جاي مو اي سيناريو كنا نحن نفوز بالمباراه. وبتبدل اللاعب وبقناعه الكابتن فيش ابراهيم انه فعلا خلص تعب ما عاد يقدر يركض حسين جويد، بدل بالعنيزان. انا برايي معلش هيك كابتن فجر ممكن عم يسمعني، انا برايي لو كنت انا محل كابتن فجر ممكن لاعب العنيزان المباراه الثالثه لو دخل بجو البطوله اكثر، دخل وبعدين ما انكشف يعني زي ما انكشف. وهي الفكره كمان انه انت اليوم بالمنظومه الدفاعيه بدلت لاعبين من 4 لاعبين موجودين، لعبت عمرو ميداني ولعبت حسين جويد، يمكن هي ما بعرف يعني انا ما بدي اتدخل بالامور الفنيه. بخط الدفاع العاب باي خط وما تلعب بخط الدفاع، دائما ثبات الفريق بخط دفاعه. اذا بتغير بمراكز الدفاع بتاثر كثير. نعم عامل انسجام بخط الدفاع هو اهم عامل، اذا ما كان في انسجام بخط الهجوم الوسط هذا كله ممكن مقدور عليه، لكن بالدفاع
اي غلط او بالانسجام بين اللاعبين ممكن يصير بغلط فادح، ممكن نتعرض له جول. انا طبعا ما عم ذم حسين جويد، حسين جويد لاعب ممتاز واعطى واجبه، بس انا عم لك لو انا كان قرار اللي، وانا طبعا مو قرار اللي كان كابتن فجر ابراهيم، ممكن انا لو انا حلو انا بلعب على النظام، هو لاعب حسين جويد كونه. طيب قديش كان في نسبه لطارق جبان من القرار مع المدرب الالماني شتينجي؟ دائما انت متهم انه انت اللي عم تحط التشكيله، وانت اللي عم تتحكم بالمدرب الالماني، وانت اللي عم تسير الامور، وانت اللي عم تترجم له، وانت اللي عم ترفع الباص، وانت اللي عم تنطح، وانت اللي عم تحط جول. والشوفير شو هي قصتها الشوفير؟ هلا بحكي لك يا شوفير. تفضل. هلا بالنسبه لهذا الموضوع، معقول سنه كامله عم اشتغل انا مع المدرب الالماني، كل الناس اللي بسوريا يعني اللي برا المنتخب كلهم اتهموا طارق جبان بالتدخل بتشكيله المدرب، باستبعاد واستدعاء لاعبين، بمحاباه بعض اللاعبين، واللي معي اللي عم يشتغلوا معي بالكادر الفني والاداري ما انتبهوا طارق جبان، معناتها على الدنيا السلام على هيك كادر. ليك اللي بده يتدخل بشغله بينكشف، لا تخاف عليه. طب معقول مثلا شعيب العلي، خلينا نجيب شعيب العلي، ليش شعيب العلي ما فتحت قصته الا لبعد ما طلع من البطوله؟ قال لك ليش؟ شعيب العلي من الناس اللاعبين اللي كانت تحت انظار مدرب الماني، هو وغير لاعبين. وحل لك كيف؟ الالماني حضر عده مباريات لهذه الوحده، حضر بحقبتين، حقبه كان احمد شعار، كابتن احمد شعار مدرب هذه الوحده، وهي فتره اللي استدعى المدرب شتانجي شعيب العلي مع احمد شعار، كابتن احمد شعار للاتحاد كره القدم، لحتى يقول له انت يا مدرب فلاني بنادي الوحده، هذا اللاعب انا حاطه تحت انظاري، بتمنى ان انت دائما تراقب لي تدريباته، تحسه اكثر، تدفعه انه يكون بافضل حالاته ويكون لاعب مميز، انه هو صار تحت انظاري. تمام؟ هذا حكي امتى؟ قبل معسكر النمسا وقبل معسكر لبنان باوروبا. اللاعب اللي كمل حتى ما اكون كذاب انا، قال له المدرب كلمه، قال له بتمنى منك حتى سلوكك خارج الملعب يتحسن. قال له انا اسمع منك. هون السؤال انه مين وصله للمدرب الالماني عن سلوكيات شعيب العلي برات الملعب؟ رح اقول لك شو السلوكيات. شعيب العلي مو بس هو، عندك كل منتخبك، ثلاث ارباع منتخبك كلهم بيأرجلوا، يا اخي نحكيها بصراحه، نصهم بيأرجلوا. هذا الشيء مو يعني هي صرت انه عيب، بس انه شعيب العلي معروف عنه انه الزلمه يا اخي بيأرجل، بيروح على قهاوي. تمام؟ هذا مو بس بشعيب العلي، بكل لعيبه سوريا صارت هلا، كل لعيبه سوريا. انا هون لما قال له المدرب هذا السؤال انا ضحكت، قلت له شعيب العلي بوقتها، قلت له هلا حتفكر، وانا قلت له انه انت بتأرجل. عرفت شلون؟ حتى شعيب العلي شفته انصدم يعني من كلام المدرب شتانجي، وقت كان يسال على لاعب معين ما كان يسال طارق جبان، يكون بعلمك يعني، كان يسال عده ناس مقربين من الاتحاد ومقربين من الكادر، انه انا هذا اللاعب بفكر فيه، شو رايك؟ انا بقول لك يا بصراحه، ربما احد الاشخاص قال له هذا شو بدك فيه كذا. طب على اعتبار انه انا قلت له انا خليني طارق جبان، قلت له هذا الزلمه عدم مؤاخذه بأرجل، الزلمه ما بيسهر، الزلمه ما بينام، انا قلت له. طب ليه انا قلت له؟ طب المدرب بده اياه، مدرب بحق. طب ما كان جابوا مع احمد شعار؟ يعني هذا المدرب لو كان حدا قال له هذا اللاعب بيسهر ومو منيح، كان المدرب قال له لا، المدرب بيعرف هذا الشيء وجابه، قال له بتحس انه ممكن، قال له انا بعرف لعيبه المنتخب كلها بتأرجل وكلها بنصهم بدخنوا بمعسكر النمسا. بدي كمل حكي بس. فلو كان ترجمتي انا لشعيب العلي غلط، انه والله انت هلا البوست نزل، انا طبعا شادي زغموط، شوف انا مو صديق، نوجه له تحيه للدكتور شادي. اي انا الزلمه تعرفت عليه بعد القصه هي، والزلمه بكل اخلاق اللي انا ما عم تصدق انت نقول انت الحق، انا عم حط شغله هيك وصلتني، من حقه يكتبها هو. انا اذا عندي معلومه على واحد حرامي بطلع بحطها على الفيسبوك. فانا قلت له للدكتور شادي، قلت له قال لك شغله هذا البوست فيه شويه غلط لسبب. قلت له معقول مدرب بده لاعب يكون معه المنتخب وعاجبه، بيجي بترجم له انه والله انت يا عمو مدرب انت مو منيح ما بده اياه. طب هذا المدرب لما بده يدعي للاعب على المنتخب وهذا اللاعب بيجي ما حيقول ليش ما جبت لي هذا اللاعب؟ يعني ما حيجي يوم مدرب بده هذا اللاعب ويحسه انه انت لاعب كويس، ما حيلاقي انه والله هذا اللاعب ما عم يجي على المنتخب. يعني في حدا عم يطفشه فيه. قالوا انك لعبت بالترجمه وقت بين شعيب العلي وبين المدرب الالماني. شلون بدي ترجم؟ طب قاعد احمد شعار، هلا احمد شعار خليني اعتبره ما بيحكي انجليزي ولا كلمه، مع انه بيحكي انجليزي احمد شعار، اعتبره بيحكي انجليزي. انا عم لك افرضني انا ترجمت غلط، المدرب بده لاعب بده اياه المنتخب، طب شلون بده يجيبه يدعيه؟ بده يدعيه بدعوه رسميه. تمام؟ ما حيقولوا انه هذا اللاعب ليش ما عم يجي على المنتخب. تمام؟ هون يعني بنرجع لقصه التدخل، يعني خاصه انه نحن شفنا باكثر من لقاء صحفي للمدرب الالماني شتينجي انه هو دائما كان يقول وصفك بالاسطوره انه انت لاعب منتخب سابق وانت عندك خبره كثير كبيره، والاعجاب اللي كان يبديه لانه بيقدر، مو لانه والله بحابيني او بده يرد علي. هلا كل مدرب اذا حكى على كادره ومدح فيهم، وحكى حتى كان يمدح بكادر بالالماني الثاني اللي معه لعبان كاس عالم 74 سنه يعني قصدي، ولعبان مونديال 74. هلا قصه اذا مدح بالعكس لازم هو كان يخفي يعني المفروض هو اذا ذكي ما بيمدح فيني، بضل ما بيحكي علي شيء. اذا مدح فيني معناته انا عم اتدخل فيه. طب على فرض انه انا عم اتدخل فيه، فرض انه انا طارق جبار عم اتدخل فيه،
يضرب هيك مدرب. اذا مدرب بده يرد على طارق جبان بكل شيء، ممكن يرد عليه بقصه صغيره، ممكن يرد عليه بشغل، بس كل هدول القصص برد عليه. طب بدي اسالك سؤال، اللي معي معنا سالم بيطار، ومعنا مدرب لياقه الماني بيحكي انجليزي، ومعنا كادر اداري. اصلا كادر اداري كان دائما يقعد مع مدرب، كنا دائما كل حديثنا مع بعض. طب ما انتبهتوا ولا مره طارق جبان عم يتدخل مدرب سنه كامله؟ طب ليش ما قلتوا الحكي هذا ايام ايمن حكيم؟ ليش ما اتهم طارق جبان؟ نقال ايام ايمن حكيم انه انت كمان بدك تدخل. لا شغله، اللي كان يتدخل بايمن حكيم ما في داعي يتدخل يحكي مع طارق جبان حتى يتدخل بايمن حكيم، ما في داعي، اللغه عربيه يعني. اذا كان في حدا متدخل بايمن حكيم، فهمت علي شو القصه؟ يعني لو كان واحد بده يضغط على ايمن حكيم بلاعب معين بتشكيله معينه، ما في داعي يقول طارق جبان. هلا بيشتنقل لانه انت اللي بتحكي انجليزي، فانت بتحكي لكان هلا الضغط عليك. هلا العالم كله بالجهاز الفني ما في غير طارق جبان بيحكي انجليزي عربي. طب اسالك سؤال، الترجمه، موضوع الترجمه، انا على شغله، موضوع الترجمه قعدنا اكثر من مره مع كباتن فجر ابراهيم والكابتن مهند فقير، وكل حديثنا كان بالانجليزي، ما كنا نحكي عربي. تمام. طب انا عم بحكي انجليزي مع قدام كابتن فجر ابراهيم اللي بيحكي انجليزي، وكابتن مهند فقير، اساسا هن الاثنين بيحكوا انجليزي باتحاد كره القدم كله يعني. تماما. انا اتحدى اي انسان يجي يعمل لي فحص انجليزي يا عمي، لك اخي اختبروني يعني اكثر من هيك، بس هذا كلام عيب. سنه كامله ترجمه غلط، سنه كامله ترجمه غلط. طب هلا شغله بدوس نظريه اللي كان مدرب يشرحها الفنيه طبعا، كان مدرب يعني اي شيء يحكي انا ترجم له اياه. طب في لاعبين تحكي انجليزي معنا، ليش ما قالوا طارق جبان ترجمته غلط بالامور الفنيه؟ اتحدى يجي لاعب يقول طارق جبان غلط بكلمه واحده. واحيانا كان معنا بعض اشخاص حتى اللي بيحكوا انجليزي بالمنتخب، هن مارديكيان، زاهر ميداني بيحكوا انجليزي، كنت انا احيانا اقول لهم مضبوط هالكلمه هي اللي حكاها ولا لا؟ انا اسالهم يعني، انا غربت انه كابتن لا ممكن هيك يعني، ما هي عيب، بس بشكل عام مو لهالدرجه. اذا اقول لك شغله، اذا كان طارق جبان هو الامر الناهي بالمنتخب، وهو اللي كان عم يدير المنتخب، وهو كان عم يبدل، وهو كان عم يستدعي اللاعبين، وهو كان عم يستبعد لاعبين، مع احترامي لك اتحاد ولهيك اداره منتخب، انتم فاشلين وما بتعرفوا تحكوا اي شيء. طبعا لازم يحموني طبعا. واكثر من مره طلع مدرب حكى هذا الحكي بعد شغله ميدو، طلع حكى القرار الاداري عفوا الفني هو المدرب. كم مره مدرب طلع حكى بالمؤتمرات الصحفيه انه القرار الفني له، كم مره طلع حكى، كم مره استاذ فادي طلع قال القرارات الفنيه مسؤول عنها المدرب فقط. طب هلا انت عم تقول انه القرارات الفنيه المسؤول عنها المدرب فقط، وعم تقول هلا كمان بنفس الوقت انه وقت كان ايمن حكيم ما كنا نفوت بهي الدوامه لانه من راسه لراس اللي بده يتدخل فيه. هلا عم تقول انه لا، كان يعني كل شيء كان يصير عن طريقك لانه انت اللي بتحكي بالكادر الانجليزي. شيء طبيعي اذا استاذ فادي بده يحكي شغله بده يحكي معي انا حتى وصل مدرب. هلا ليش هلا اخر فتره عماد اميري صار هو يدخل يترجم كل شيء؟ انا استهرب يعني. انا لما صرت اتهم بفراس خطيب استبعاده واحمد صالح ومدربين صرت اقول لهم ان شاء الله تعال انت ترجم لنا كذا، صاروا يتهموني يعني، متهموني مو بسوء الترجمه لا، واحيانا بعد دقيقتين يدقوا لي تليفون تعال ترجم المدرب مع المدرب الاستاذ فادي. يعني هن اساسا ترجمه الامور فنيه كثير سهله، الامور ما فنيه كمان كثير سهله، لان انت عارفان شو بدك تطلب من المدرب. اذا المدرب بده يضغط عليه بلاعب معين ما في اسهل تقول له اخي والله بيقول لي هذا اللاعب لازم يجي على المنتخب، هذا اللاعب لازم تصفه من المنتخب. لا تقول لي ترجمه وما ترجم، هذا حتى بالصوره حط لك بصوره معينه. من قبل 5 سنوات صار في ترشيح للدوره بهنغاريا باعلى مستويات اللياقه البدنيه، دوره كانت خاصه باللياقه البدنيه بالمعهد العالي بهنغاريا. تم ترشيح من كل الالعاب بكره القدم، بكل الالعاب السوريه، يد وطائره وسله، ليطلع واحد بس يمثل سوريا بهذا المعهد. طبعا كله كان حساب المعهد النمساوي الهنغاري. عملوا فحص الانجليزي، هي طبعا الدوره باللغه الانجليزيه، عملوا فحص باللغه الانجليزيه، كان معنا زياد شعبو كمان بيشهد هذا الكلام، جابوا من السله مدربين، جابوا من القدم ومن الطائره ومن اليد، بنات وشباب، عملوا لنا امتحان، جابوا لنا افضل دكتور بجامعه دمشق بادب انجليزي، نسيت شو اسمه، وكان معنا الاستاذ نبيل حاج علي كمان كونه بيحكي انجليزي منيح، جابوا لنا عملوا لنا اختبارات نظريه وشفهيه. الاسئله قد ما كانت صعبه ذاك الوقت، هذا حكي قبل 5 سنوات تقريبا، بتعطينا زياد شعبو يعني انه نحن اثنين راسبين، دائما المفترض لعيبه السله بيحكوا انجليزي اكثر بطبيعه مدربين اجانب وعندهم يعني الظروف والكاريزما تبعهم بيحكوا انجليزي اكثر. طلعت انا بعد 7 ايام عند الاستاذ صلاح رمضان الله يذكره بالخير، بيقول لي انت ترشحت لكونك نجحت بالاختبار الانجليزي، قلت له انا نجحت الانجليزي اخذت 63%. انا نص الاجوبه بجاوبها ما فهمتها، لها علاقه ما لها علاقه بالتشريح بعلم النفس، انا جاوبت الامور اللي بعرفها باللغه الانجليزي ككره قدم تمام، بس هو هنيك في اخذت اختصاصات بالدوره، فانا مساله الانجليزي بعتقد انا قادر انه اشتغل يعني بالترجمه وما اغلط نسبه 90%. هلا عطي لي 10% هي انا ما ممكن اشتغل اتجاوز اي شيء. انا دائما مدرب بقول له باش تعد لي قصه قدام اللاعبين، عد الفكره هي، حتى المدرب يعد لي حتى افهم القصه، يعني ما هي مساله الترجمه هي العامل الاساسي. بس كمان شغله شعيب العلي اتهمت انا انه وقت تم صرفه من المنتخب قلت له انه انت والله نعتذر منك انت ما جبت فيزتك النمساويه،
فيزا اوروبيه ما اجت. طب انا معقول اكون على بهذا يعني بالغباء خلينا نقول انه انا هذا شعيب حيلاقي فيزته. احنا اخذنا على النمسا على لبنان، نحن طبعا المعسكر النمسا كان في جهد كثير جبار، حتى هذا صار معسكر انت بتعرف كان اتحاد كره القدم عم يعملوا فيه تصليحات ما كنا نلاقي طاوله يكتب عليها. وانت بتعرف مين اشتغل معسكر النمسا، مين اللي اشتغل امور اداريه من جمع معلومات جوازات سفر. انا واحد من الناس اللي اشتغلت هذا المعسكر مع انه مو شغلتي، بس ان هذا المعسكر لازم نساوي. قبل شهرين بعثنا كل الانديه اللي بيلعب فيه لاعبين خارج سوريا داخل سوريا انه عندنا معسكر بشهر 6 ممكن تعطونا موافقتكم انه هذا اللاعب الفلاني بيلعب بالسعوديه بقطر ممكن يجي يحضر المعسكر. اجانا من انديه انه ايه وانديه لا. تمام. فاشتغلنا على الاسماء هي، عملنا تجمع عملنا للاعبين، يعني دعينا 33 اسم او اكثر لحتى يروحوا يساووا الفيزا الاوروبيه بلبنان. طلعنا بباص واحد كلياتنا مع الكادر الفني والاداري. ليش؟ نحن اخر شيء بالنهايه بدنا نختار 23 لاعب للمعسكر، بس انت بتعمل هذا الشيء زياده ليش؟ ممكن يضل عندك لاعبين، ممكن يكون عندك لاعب مصاب، ممكن لاعب ما تجي فيزته، وفعلا في عالم ما اجت الفيزا تبعها. مواس ما اعطونا فيزته، في لاعبين ما قدروا يعملوا فيزا، عدي جفال طلبوا انه يعمل فيزا بالاردن ما راح سواها او بجوز ما قدر يساويها. يعني احنا بنعمل دائما احتياط قدام، دائما احنا كنا نحط لائحه المنتخب نحط 23 لاعب لمباراه اوزبكستان و6 احتياط. من هون لعبه اوزبكستان ممكن نضرب عندك 4 لاعبين نضربوا تماما حط بديله ستاند باي يعني. فنحن هذا الشيء كنا نعمله. شعيب علي واحد من الناس اللي تم استبعاده قبل المعسكر النمسا، مو انه فيزته ما اجت، لا مو معقول اللي ياخذ بعد يومين 3 جواز سفر وعليه فيزا الاوروبيه نحن نضحك عليه بالاسلوب هذا. مدرب استبعده انه خلاص مو مقتنع فيه. طب لو كان مقتنع فيه تماما كان سفر معه لفيزا. يعني التدخل الاول انه طارق جبان ترجم غلط، مدرب بده اياه شعيب علي ما بيجيبه، بدعيه دعوه رسميه عن طريق نادي. شلون بقى طارق جبان انه قال له هذا لاعب مو جيد؟ بالعاده هذا حكي كله فلسفه تافهه، وهذا كلام بس تحريض بالفتره الاخيره على طارق جبان لحتى يتحمل طارق جبان فنيا. الاجنبي بيروح على بيته بيسافر الماني، هو كادر معه الماني، بيبقى طارق جبان واجهه هو الشماعه. تمام. كمان موضوع استبعاد حميد ميدو، كمان انت تهمت انه لك يد بموضوع استبعاد حميد ميدو. هلا انا حقول لك وعندي اثباتات، تحب تسمعها هلا على الواتساب ولا خلينا بعدين؟ خلينا بعدين. حميد ميدو قصته مباراه البحرين. تمام. حميد ميدو هو اللي تمت دعوته من اول معسكر للمنتخب مع شتنجي لاخر مباراه له قاعد مع البحرين. تمام. معناته هو لاعب مهم بالنسبه للمنتخب. معسكر النمسا قناعه المدرب الالماني بحميد ميدو كانت اول لاعب مقتنع فيه انه هذا اللاعب بفيده بكاس اسيا. ليش؟ بيلعب اكثر من مركز، ونحن بالنمسا لعبناه بمركز مو مركزه، لكن بناديه بلاد الكويتي لعب موسم كامل بمركز ظهير ايسر حميد ميدو، صح لما لا؟ صحيح، ظهير ايسر. بس المدرب بنفس الوقت دعاه على النمسا انه حتى يشوف هذا اللاعب ممكن يفيد، انه احنا على النمسا ما كان عندنا اظهره، نديم صباغ ما كان معنا، مويد عجان كان عامل عمليه رباط صليبي. تمام. فدعا انه هذا شوفوا لعبوا ظهير ايسر بلعبتين وثلاث لعب كان الممتاز مستواه عالي جدا لمحمد ميدو. تمام الحكي تمام. الحاسه صارت بعد لعبه بحرين، ما شارك بلعبه بحرين. طبعا هو المدرب لعبان 5 مباريات كان قبل، يعني طبعا لوقت لعبه البحرين كان لعبان حميد ميدو تقريبا شي 5 أو 4 مباريات من اصل 7 مباريات. تمام. فالمدرب اخذ فكره عنه انه هذا اللاعب شو ممكن يفيده. بعد لعبه بحرين اجى انا عندي حميد ميدو، انا وكابتن موفق فتح الله وكان معنا يحيى اشرفي بتقول تجهيزات. صدفه قدام المصعد كنا طالعين على الغرف بعد العشاء، تعشينا بعد لعبه بحرين طالعين على غرفنا. اجى قال لي كابتن الله خليك بدي اياك تترجم لي المدرب، وكان موفق فتح الله معنا وبيحكي انجليزي. موفق فتح الله قال له كابتن انا بصراحه ناديي بعثوا لي تنبيه او بمعنى خلينا نقول رساله مهمه كثير، انا ما عم بلعب مع المنتخب المباراه الماضيه ما لعبت، وانا نادي عم يقول لي نادي الكويت اذا انت بدك تضلك تروح على الصيف مع المنتخب وما تشارك هذا الشيء حيأثر على مستواك بدنيا، وعم تيجي انت على الدوري اللي عندنا بالكويت عم تكون يعني ممكن تخسر مكانك بناديك بالكويت. قال له المدرب قال له اذا كل لاعب بده يجي يقول لي انا ما عم بلعب مع المنتخب واذا رحت معكم السفره الفلانيه وما لعبتوا لي عم ياثر على نادي، معناته ما بضل عندي ولا لاعب. حتى نفس الوقت يوسف قلفه اجى نفس الشيء اشتكى، مش اشتكى انا كابتن اذا ما حيلعب بالصين او ناديه عنده مباراه بالدوري الصيني بعد لعبه الصين ودي مباشره انه وقت ضيق، اذا ما حتلعبوني هنيك خليني اروح على ناديه. يعني تخيل. قال له مدرب انتم وين قاعدين؟ قال له حميد هي شهاده الله علي، هي كان موفق فتح الله واقف. قال له حميد انت واحد من الناس، لا شو قال له خلوني اذا ما حتلعبوني بالصين خليني اروح على نادي الكويت. قال له يا حميد انت واحد من الناس اعطيتك الضوء الاخضر هلا انه انت حتكون معي بكاس اسيا، انا بدي اياك قسما بالله العظيم. قال له روح ارتاح بغرفتك نام وبكره بنحكي وانا بشرح لك انه انت ايش ممكن ما عم تعمل. انا اخذ قناعه عنك انت خلص مقتنع فيك حتكون معي بكاس اسيا، بدي اجرب لاعبين ثانيين مكانك يعني. مدرب من حقه يجرب اي لاعب. تماما. بس طلعت على غرفتي انا اقسم بالله العظيم جايتني شي 1000 رساله على الواتساب، شيء من قرايبين، شيء من اهل، شيء من كذا.
وانت احيانا بيجيك نفس الشيء رسائل مو معقول ترد على الكل. ما انتبهت انه حميد ميدو بعث لي رساله، وهلا اذا بدك في كاميرا برجيك شو المحادثه، هلا برجيك اياها عندي علي. بعث لي واتساب قال لي كابتن نايم انت؟ كابتن نايم انت؟ يا بات وقت نوم. انا اقسم بالله العظيم موبايلي كله ما فتحته، واذا يمكن دقيت بس لوالدتي عم سلم عليها وعم تبارك لي بالفوز الله يرحمها رحمة الله عليها. لعبة البحرين. انت قبل فتره يعني تعازينا الحاره لك ولو كانت متاخره، ولكن وفاه والدتك كانت قبل فتره قصيره قبل اسبوعين من كاس اسيا تماما. فالوالده الوحيده اللي حكيت معها الواتساب ورحت نمت. فقت الصبح 8:30 اقسم بالله العظيم لقيت على الانستغرام حميد ميدو حاطط صوره له المطار وشنطايته انه واقف المطار واستودعكم الله الى الكويت. العمى طلع هذا حكي 8:30 الصبح. قمت انا دقيت دغري كابتن موفى فتح الله، قلت له كابتن لك هذا سافر؟ ما هي صوره قديمه والله العظيم. قال لي هذا اجى عندي بالليل مسا بالليل، بعت لك على الواتساب انت ما ردت عليه. تمام. قلت له والله العظيم ما انتبهت على رسالته ولا شايفه، وقت الصبح شفت رسالته كتبت له قام لقيته حاضرني، لقيته هو حاضرني. الناس اللي عم تدعي انه انا حضرته اقسم بالله هو اللي حاضرني، اقسم بالله العظيم. لانه انت بتعرف وقت تحضر، وقت واحد يحضرك وقت تبعت له بيطلع عنده شخطه وصورته ما بتطلع الصوره، فهو ما عاد يشوف صورته انت حاطه البروفايل تبعه. لك يا حميد رد علي انت هون ولا سافرت ولا هي صوره؟ شو هي الصوره للمطار؟ انت سافرت؟ لك ليش هيك عملت؟ قام فتح الله قال لي والله هذا اجى اخذ جواز سفر الصبح وترك المنتخب. قال له ما بصير تروح انت؟ قال له لا اخي انا مصر حجزت الطياره وبدي اروح على المنتخب. فعليا هو ترك المنتخب حميد ميدو، ما حدا قلعه ولا حدا صرف ولا حدا قال له روح الله معك. ولاعب بيترك المنتخب بمعسكر مع منتخب سوريا وطني بيحمل حاله واخذ جوازه، هي رغبته. كتب فتح الله قال له لا ما بصير يا حميد، قال له ما بصير ناخذ راي المدرب، راي رئيس الاتحاد، هلا بكير شوي هلا بس فيه العالم. قال له انا من امبارح حجزت و10:30 طيارتي على الكويت. قال له خذ هي جواز سفره، اعطاه جواز سفره. هلا عمل لك انا هي هلا برجيك المحادثه، هو اللي حذرني قال له حميد انت ليش هيك عملت؟ طبعا ما عمل هي جواب انه بس عم يطلع لي شخطه الصح. قلت لك والله العظيم مدرب حاطك بباله انت تكون يعني بكاس اسيا، وقال لك انت الوحيد اعطاك ضوء اخضر من هلا انك تكون بكاس اسيا قبل 5 شهور البطوله. ما ترد علي. على الفيسبوك بيطلع صفحات بيكتبوا على لسان حميد ميدو او هو كتبهم ما بعرف، حتى هو طبعا بعد شهر اعتذر لي، ما خلى اعتذار الي للمدرب شتانجي باللغه الانجليزيه، بعثت له شتانجي 50 رساله وانا غلطت وانا الحكي هذا، وحتى انا ناس حكوا معي حتى تواصلوا لحميد ميدو نرجع للمنتخب. قلت له انا بالنسبه لي ما عندي مشكله بالنسبه لي لانه انا ما ظلمته، بس هو تركه للمنتخب، هو ظلم حاله. انت لاعب المنتخب بده اياك بكاس اسيا. المهم سافر الزلمه على الفيسبوك بالمنشيت العريض سبب مشاكل منتخب طارق جبان، هو اللي منع المدرب يلعب حميد ميدو، وهو ورا تبعات فراس خطيب واحمد صالح ضم صاروا 3 حملات. لك يا عمي فراس خطيب واحمد صالح مسالته غير مساله، هذاك ما عم بيلعب بنادي والثاني مدرب ما مقتنع فيه لسه على فراس خطيب طبعا. وبلشت مسبات ما خلوا طبعا مسبات ما اذكر مسبات طبعا في شوي من على الفيسبوك على كل المواقع، حتى على اهلي، حتى اهلي بالشام، يعني اللي بيعرف اهلي صاروا يسبون الاهلي، يعني بعتوا على التليفونات يعرفوا رقم تليفوني انا، حتى يعرفوا رقم تليفون اهلي ببيتهم يعني. طب ليش الحكي؟ انا بعد شهر طبعا هلا اسال سؤال كلاعب حميد ميدو، اذا كان هو مو صاحب هذا الكلام انه طارق جبان عم يتحكم بالمدرب، هو ما عم يشاركني مع المنتخب، اذا كان مو كلام المفروض هو ثاني يوم بيطلع بيكتب على صفحته او بيعمل كتاب رسمي انه انا لست مسؤولا عن هذا الكلام اللي طلع صدر بحي، انا تركت المنتخب لان انا بدي اروح على نادي الكويت ما عم بلعب. تمام. بعد شهر كامل حميد ميدو بيحكي مع المدرب فرش وبعث لي عم يعتذر، قال له خسرت فرصتك انت مدرب، قال له خسرت فرصتك، قال له نحن بنضل اخوات واصدقاء وانت فينا ومتواصل دائما، بس انت كمان منتخب انت ترك المنتخب. المهم بعث لي، حاول عن طريقي بعث لي وانا ليك عندي تسجيلات صوتيه يعني مو حتى اثبت عليه شيء، بس انا اضطريت اعمل هيك حتى يقول لي انا كابتن مو هيك. قلت له بس تسالك سؤال حميد ميدو، هذا هو قلت له انت مو صاحب هذا الكلام وانت عم تقول طارق جبان ما دخل بهذا الشيء ومو قصدك، لو كنت زعلان فيك تطلع صفحتك هلا تقول اللي كتب عني قبل شهر هو غير صحيح، لانه الناس طبعا ما حتصدقوا انه انت هذيك مره الهاله صارت عم تقول انه هو السبب. هلا حتى لو هو كاتبها بيجوز هو بعد عالم تكتبها. تمام. بالنهايه انا اصطلحت معه وشفته بالكويت حميد ميدو، شفته بالكويت وفهم وجهه نظري، وحاول هو يرجع للمنتخب انه يكون له اسم، ومع ذلك اسمه انحط من ضمن اسماء ال 30 اسم الاوليين انه اذا في حال لا سمح الله انضرب لاعب معين قبل كاس اسيا يكون من ضمن اسماء. معناتها نحن عملناه بشكل جيد، بس قرار اتحاد كره القدم بعد لعبه البحرين استبعاده المنتخب واستبعاده كاس اسيا مو قراري انا، قرار الاستاذ فايز دباس. لا قرار اداري. تماما. على فرض طارق جبان يا اخي ما بده يلعبك، ليش تترك المنتخب انت؟ روح عند رئيس الاتحاد عند المدرب انه اخي طارق جبان اذا عندك مستمسك عليه انه هو ما عم يلعبك روح قلت له للاتحاد. اما انت والله تطلع بهالطريقه هي
ناس ما حتقدر لك هذا الشيء. تمام. خلينا بس نسمع، جاينا أسئلة عبر الرسائل الصوتية على الواتساب. خلينا نسمع سؤال لنشوف من مين وبنرجع بنتابع مع الكابتن طارق. أول شيء بمسي عليك أكيد كابتن طارق. الحقيقة حابب أخذ وجهة نظرك بمسألة جدا مهمة. اليوم في طرح بوسائل الإعلام ومن قبل كثير من المحللين أن المنتخب السوري ما كان محضر ومعد بدنيا بالطريقة المناسبة للبطولة الآسيوية. هلأ أنا الحقيقة بختلف كثير مع هذا الطرح. أنا كنت موجود بفترة من الفترات مع المنتخب، بعرف كتير منيح قديش تعبتوا ككادر فني لحتى توصلوا الفريق للجاهزية المطلوبة. منضيف على هيك انه لاعبين جايين من انديتون، كان في معكم كمان بالكادر التدريبي معد بدني مختص. الخطة كانت خطة من افضل خطط التحضير والاعداد بتاريخ المنتخبات السورية. انا برأيي اكيد المنتخب ما ظهر بالحالة البدنية المطلوبة، ولكن برأيي السبب هو الحالة الذهنية يلي أدت لهذا الشيء. طبعا نسمع كمان ونرجع. أول شيء يعطيك العافية أستاذ مازن، وشكرا كثير لك على هالبرنامج الحلو يلي عم تتابعه كل يوم وعم تكون فيه كل حلقة أحلى من اللي قبلها. سؤالي لضيفك الكريم، شو حقيقة الشجار يلي حصل بينه وبين رئيس اتحاد كرة القدم ومدير منتخب سوريا السابق فادي دباس في مباراة سوريا والأردن؟ أثناء المباراة صار شجار بين الكابتن طارق جبان وبين الأستاذ فادي دباس. يا ريت يحطنا بحقيقة هذا الشجار إذا حصل أو لا، وشو تفاصيل الخلاف يلي كان. بدي اتشكر زميلنا ليس برقدار، وبدي اتشكر كمان الدكتور شادي زغموط اللي بعثنا من هولندا هالسؤال للكابتن طارق جبان. الكابتن ليث عم يقول على موضوع التحضير البدني والموضوع الذهني اللي كان فيه اللاعبين بالبطوله. استاذ مازن، كرة القدم هلا اصبحت كرة القدم هي كتحضير لمنتخب سوريا واي منتخب بالعالم هو عباره عن مباراه دوليه تقام بوقت محدد، هو فيفا دايز. معناتها المنتخب او اي مدرب منتخب غير مسؤول عن لياقه اللاعبين، لانه اغلب اللاعبين حتجي من انديتها. اللاعبين بكل انديه مطالبين يكونوا بافضل حاله بدني مع انديتهم لحتى يجوا على المنتخب. ودور المدرب الوطني او حتى مدرب وطني او حتى اجنبي وحتى مدرب اللياقه هو الحفاظ على اللياقه هي. تمام. لا يمكن لاي مدرب بالعالم يجي يحضر بدنيا بمعسكرات بفيفا دايز. يعني انت عندك بتلعب يومين، بتلعب مباراه يوم وبعد تلعب عندك مباراه ثانيه فيفا دايز، لا يمكن تحضر بدنيا. تمام. جاي تجرب لاعبين. مساله اللياقه البدنيه مساله معني فيها اللاعب بناديه. المدرب غير مسؤول عن لياقه اللاعبين. لكن اقول لك شغله، نحن لما نشوف لاعب لياقته نازله في تدريبات اضافيه لكل لاعب. نحن بمعسكر ابو ظبي وحتى بكل البطوله هي في لاعبين شاهدين على كلامي. كان مدرب اللياقه ماركو من افضل مدربين اللياقه اللي اجوا على منتخبات، مو بس سوريا، كل منتخبات اللي اساسا يمكن اول مره بيكون عندنا مدرب لياقه بمنتخب سوريا. من افضل مدربين. كان يوميا هي اللاعبين بيشهدوا على كلامي. عندنا توقيتات معينه كل لاعب بحس انه عنده نقص بلياقه بدنيه بعده امور بدنيه، خلينا نقول على مستوى اللياقه البدنيه وحتى على مستوى القوه. كان هذا مدرب ماركو هو عم يشتغل مع اللاعبين افراديا، وحتى كان احيانا 9 لاعبين ينزلوا لحالهم الصبح معه، 9 لاعبين صباحا، احيانا بعد التدريب المسائي يبقى قسم معه. انا كنت مسؤول عن عده تدريبات بدنيه لبعض اللاعبين. اسالوا محمود مواس، اسالوا عده لاعبين، اسالوا مؤيد عجان. التدريبات اللي كنا نشتغل افراديا على موضوع اللياقه البدنيه. لكن المدرب اي مدرب بالعالم لا يمكن انه يعمل رفع للياقه البدنيه الا الحفاظ عليها بخلال بطوله كبيره وحتى من خلال معسكرات قصيره المدى. تماما. السؤال الثاني اللي سالك يا دكتور شادي، انحكى عن خلاف صار بينك وبين الكابتن فادي دباس بمباراه الاردن وتحديدا يمكن بالشوط الاول. شو حقيقه هذا الشيء وشو اللي صار بهذا الخصوص؟ هلا انا بدي احكي الواقعه يعني من اساسها. ليش صار الشجار صحيح؟ طبعا الشجار مو هو ضرب او خلينا نقول يعني خلينا نقول هو نقاش، كان نقاش حاد. وهذا مو نقاش على فكره الحاد الاول بينه وبين الاستاذ فادي دباس. يعني انا يوجد مكتوب، يوجد الناس فكروا انا محسوب على الاستاذ فادي دباس. انا بالعكس، انا اكثر واحد يمكن تواجهت مع الاستاذ فادي دباس في امور فنيه. يعني انا لما يجي حدا يحكي بامور فنيه بالذات الاستاذ فادي دباس ويكون فيها يعني فيها نوع من الضغط علينا، او يكون فيها يعني ما حقول اساءه، يكون فيها منا المصطلح ما عم بحسن اوصل لك اياه، يكون في من نوع انه
يعني فرض؟ مو فرض، لا يعني انا مثلا انا ممكن تقييم او انه انا ممكن اقول لك انه انت ما رديت علي، وانا مثلا كنت قايل لكم وجهه نظري في شغله معينه انتم ما رديتوا عليها. هذا الشيء ممكن يصير مع اي مدرب، انه يختار شغله تكون يطلع فيها غلط، ان كانت تشكيله فريق او خيارات لاعب. هلا احكي عن الحادثه مشان ما حتى ما يعني حتى ما ينحكى فيها، حتى ما كذب حدا بنوب. اقسم بالله العظيم قبل مباراه الاردن بيوم واحد المدرب الالماني شتانجي طبعا بعد تعادل فلسطين اعتبرنا احنا خسرنا نصف التأهل، لأنه أنت كنت لو فايز على فلسطين كنت قطعت شوط كبير بالتأهل، كنت تتعادل مع الأردن وتتأهل. مطالبين بالفوز على الأردن، مطالبين. نحن ما حنلعب بصفة أو بشخصية الفريق اللي حينزل يدافع. الأردن عم يلعبوا هن من بداية البطولة بشخصية الفريق المدافع، وهذا حقهم. نحن نزلنا بدنا نفكر فعلا، فاكرين نربح المباراة. عندنا أخطاء، كانت هي أخطاء اللي خلتنا نخسر المباراة. المدرب فكر يلعب بمهاجمين صريحين اللي هن عمر السومة مرديكيان، ويلعب عمر خريبين على جهه اليسار حتى يكون عنده حريه اكثر. طبعا ممكن يكون في عليه هذا الشيء عواقب دفاعيه، عمر خريبين ممكن احيانا ما يكون عنده ناحيه دفاعيه ليساعد مؤيد عجان، بالذات من جهه التعمري، انه عندهم هذا الشيء. هذا اللاعب مميز، لازم يكون في دائما بيقولوا في تغطيه من خريبين مع مؤيد عجان، او حتى يكون في مساعده بايقاف هذا اللاعب. بس المدرب جاب اللاعبين الثلاثه اللي هن عمر سوما ومارديك وعمر خريبين. اول سؤال ساله انه انا بدي بكره انزل العب بمهاجمين، بس انا بدي اشوف عمر خريبين. يا عمر انت بتقدر تعطيني بكره بحاله فنيه جيده دفاعا وهجوما بمركز الجناح؟ قال له عمر خريبين انا بحب العب ورا مهاجم، بحب العب هذا المركز ورا مهاجم، بيلعب بحريه اكثر، لكن اذا انت شايف مصلحه المنتخب انه احنا يلعب مارديك كراس حربه وتلعب بمهاجمين، انا ما عندي مشكله بلعب على الشمال. المدرب اقتنع انه خلص بده يزج بقوه هجوميه كويسه. يعني حق المدرب، ممكن يكون غلطان مدرب، ممكن يكون غلطان، وانا ممكن اقول في عنده نسبه غلط صغيره، لكن هذا المدرب اتخذ قرار بعد ما يعني عيب اذا المدرب يسال لاعبته انه انا مثلا عم فكر العب هيك. مو عيب اي مدرب بالعالم يسال لاعب انه انا ممكن العبك اليوم هون، انت قدران مو قدران. لو قال له ما خربين لا ما بيلعبك، خلص غير مدرب، غير قصه، وكان التفت لغير موضوع او غير الاسلوب او لغير طريقه لعب. بعد من المساء رئيس اتحاد كرة القدم بيحق له يسال المدرب انه انت شو توجهاتك بكره، مين فكر تلعب، بيحق له. مو انه احنا مو تكمل الاستاذ فايد دباس، مو موضوع تدخل، هو موضوع بالنهايه يعني عم يسال ليطمن. بالضبط، يعني مو عيب اذا رئيس اتحاد يسال المدرب انه خلينا نعتبره اخذ تدخل، بالنهايه قرار المدرب. خلينا نعتبر انه الاستاذ فايد دباس بده فلان يلعب مثلا فرضنا، تمام، مكان فلان، بس بالنهايه مو في مدرب، هو بقرر. المدرب ما رد عليه مثلا فرضنا. اجى الاستاذ فادي عم يحكي انه انا برايي لازم فلان ما يلعب، لازم تلعبوا فلان، تمام. المدرب قال له انا خلص اتخذت قراري، وانا حكيت مع عدة لاعبين بخط المقدمه انا بدي ابدا فيهم المباراه. قال له هذا رايك. بس ثاني يوم المباراه، يعني ثاني يوم المباراه اول دقيقتين من المباراه، احيانا ميسي اول دقيقه بيلعب باص غلط بالمباراه. ميسي كريستيانو بيلعب باصات غلط اكثر من كل اللاعبين العالم. كريستيانو احيانا يعني عمل لك غلط باص مارديك، استاذ فادي انزعج هذا الباص، ليك لعب باص غلط. انا طبعا هون جنبي هو على يساري، يعني انا ما بدي كل ما حكى شغله هو بدي رد عليه، بدي طبعا صار في يعني كان في سوابق بيناتنا احنا بعده امور فنيه، يعني امور فنيه سابقا، وهذا رايي انا كمدرب، وهو رايه كمدير منتخب مخالف يجوز يكون رايي. بعد 10 دقائق ربع ساعه ارتكب مارديك خطا على لاعب سالم العجالين، هو لاعب ظهير ايسر، وتعرض لانذار. طبعا هذا الحد كركبنا لما لاعب مهاجم يتعرض لانذار، ممكن يتعرض لانذار ثاني يطلع بالحمراء. فنحن هون عبء اكثر علينا كمدربين انه نحن مارديك، يعني كيف ما حقول خزلنا مارديك، صار بضع بالمباراه حيطلع برا المباراه. للاسف فعلا مارديك كان سيء بالمباراه، كان سيء جدا. فهون يوم دقيقه بعد دقيقه مارديك كمان عنده اخطاء كانت قاتله بمهام دفاعيه. انا ما محله خساره اردن. مارديك مكلف بمراقبه طارق خطاب بالكرات الركنيه اللي هي علينا، مكلف فيه، ونحن على فكره يكون بالصوره هي قدام الجمهور كله. المنتخبات السوريه تاريخيا دائما كانت تتعرض لاهداف من كرات ثابته بدقائق صعبه وباوقات صعبه. المنتخب السوري هذا الحالي من 13 مباراه و 14 مباراه تعرض لهدف واحد فقط من كره ثابته اللي هي مع الاردن، الهدف الثاني مع الاردن للاسف. يعني للاسف. وكان من مهام مارديك كان هو يكون مكلف مان تو مان مع طارق خطاب، لكن يا اخي احيانا انت تكون ماسك اللاعب بشكل جيد لكن تفوق عليك بدنيا تسجل هدف، فزاد الطين بله. فهون الاستاذ فادي انفعل وحكى بطريقه انه انا قلت لكم رايي انه مثلا مارديك لازم ما كان فرضنا تفكروا فيه، وقلت له انت هلا عم تطلع على مساله انه بس مارديك هو سبب خسارتنا او سبب تعرضنا لهدف ثاني او سبب انه اكل انذار. طب ما عندك 11 10 لاعبين من وراه كمان عندهم مساوئ، عندهم مشاكل دفاعيه. يعني انت لا تطلع لاعب يعني بس اللي هو غلط مارديك، دفاعنا كان عنده اخطاء قاتله، وسطنا كان عنده اخطاء قاتله، مهاجمينا كانوا خارج تغطيه. يعني انت هون مسؤوليه جماعيه. انت هو بس صار يركز على مارديك
طبعا هو ما كرهن بمارديك، هو ما بيكره مارديك، بس هو صار يركز على مارديك انه هو كخيار كان برايه قبل بيوم وطلع قراره صح. طيب ممكن يكون انت كلامك صح، نحن اخي طلعنا غلطانين، نحن متحمل. انت بعد حالك عن امور فنيه، انت حط كل هالشيء براس المدربين، قول يا اخي طارق جبان غلط، انا قايل له رايي، هو انت حط هذا الشيء. اما انت تكون يعني تحمل لاعب، انا ما برضى اي شخص برا على الكادر يحمل لاعب مسؤوليه خساره مباراه، او طبعا هو ما حمله، هو ما قال مارديك صار بخساره، حتى انا ما اكون كذاب، بس صار حكيه يفهمني انه هو انا قلت لكم انتم ما رديتوا، انا كان قناعتي انه هذا اللي ممكن ما يفيدكم وكذا. قلت له انت هلا نسيت ال10 لاعبين اللي ورا مارديك وعم تركز على ارجينا، نحن ما بنفهم وانت كلامك صح. يا اخي تركنا نشتغل، هي شغله فنيه، ما انت مو شغلتك. قال لا شغلتي، من شغلتي مو شغلتي. حكى كلام معي مو منيح، انا حكى معي كلام ما راح احكيه، وانا طبعا ما ردت عليه. وهي في كابتن موفق فتح الله دائما بعتبره شاهد انه هو دائما بيكون جنبي، ما ردت عليه بقيسه، هو اساء لي بكلام غير سليم، غير جيد. انا احترمت كلامه، قلت له انا استاذ فادي انت رئيس اتحاد، انت تقعد فوق، لانه هو اللي طلعك لبرا، قلت له استاذ فادي ليك انا ما بطلع لبرا، انا مكاني هون، انا فني، انت بتقعد فوق لانه انت مكانك اداري فوق، تمام. وانا على فكره حكيت معه بطريقه هاي لانه هو كثير حملني فوق تعطيه. طب احكي الحكي للمدرب الالماني، يعني ليش طارق جبان دائما هو بوز المدفع؟ اجي تعال المدرب قل له انا امبارح قلت لك كذا، خلينا بعد المباراه على الاقل، خليه بين شوطين، انت عم تحكي امور مضبوطه. اخي انت كلامك صح، مارديك يا اخي لازم يتلعب فرضنا. طب يا اخي لا تحكي، لا تنرفزنا فوق احنا منرفزين. المدرب بيكون بالمباراه حرارته 1000، الجمهور حرارته 2000، اللاعب حرارته 3000، ترك العالم تشتغل. هو من كلمه لكلمه انا قلت له بصراحه، قلت له على كل حال انت ما عم تشوف غير مارديك حتى ارجينا نحن ما نفهم وانت تفهم. يا اخي انت كلامك صح، نحن ما نفهم، يلا حاسبنا. من كلمه لكلمه قلت له انا ما بقعد فوق، انت تقعد فوق، انه انت مكانك فوق كاداري منتخب او مدير منتخب. طبعا هو الزلمه يعني انا حملته كمان كلام ممكن يكون كمان ما حق، يعني انا قلت له انت احد اسباب مشاكل المنتخب، انا هذا الكلام ولا يزعل مني، انا بحكي هذا الحكي، هو بيعرف انه هو كمان احد اسباب مشاكل المنتخب، هو بيعرف هذا الشيء واعترف فيها، وبيان امبارح بياكد انه هو احد اسباب مشاكل المنتخب. ليش حتى نكذب على بعضنا؟ يعني في اسباب كثيره، هو وصلت المنتخب هذا اللي يصير فيه شغلات معينه برا الملعب. لكن انا بعد بين شوطين الزلمه اجى لعندي اخذني على جنب قال لي يا طارق انا ليش عم تحكي معي؟ قلت له انت عم تحكي معي بطريقه مو مضبوطه وانا اضطريت ارد عليك. يمكن هو من حراره المباراه، التعصيب، الحاله، يمكن بس هو معصب، ما احنا معصبين منه. اعمل لك يعني يمكن هي القصه صارت، يمكن هذا التاتش صار لانه تمام. بس انا قصدي كفكره استاذ هادي دباس، انا بوجه له تحيه، بقول له انت يا استاذ فادي مع احترامي لك لا تليق انك تكون انت مدير منتخب. مدير منتخب بده يكون على الاقل يعني عنده خلفيه لحتى يناقش مدربين، لحتى يوصل الفكره لرئيس الاتحاد، حتى ينقل اغلاط مدرب، حتى يقيم مدرب. معلش انا مستحي كنت نشوف واحد معنا فنيا اعلى من شتانجي واعلى من طارق جبان، ما في، مع احترامي ما في. يعطيني اي واحد، مين بده يقيم مدرب؟ مين بده يقيم شتانجي اذا مدرب منيح لما سيء؟ اعطيني واحد بالكادر. انا كنت بتمنى يكون في لجنه مدربين دائما تتابع موضوع المنتخب، مو عيب انت اجنبي عم نعطيك احنا مصاري بكل شهر كذا، نحن في اللجنه الفلانيه من اي مدربين كانوا، طبعا مدربين لهم باع كبير، وانا برايي كان الكابتن مهند فقير او كابتن فجر هند كان اقرب شيء للمنتخب الاول، بيعرفوا حطوهم نحن لجنه خاصه المنتخب تقيم على المدرب، مو عيب. طبعا مو معناته هن يفرضوا عليه شيء، لا يقيموا انه انت عم تغلط كذا، احنا بنقول هذا كلام رئيس الاتحاد. مدير منتخب بده يكون مدير منتخب يناقش بامور فنيه بعد مباراه، مو داخل مباراه. نحن ممكن نحتك بين بعضنا، ممكن انا اتخانق انا مدرب الماني، لكن بعد المباراه ممكن نحن نتعاتب. انا اكثر مره مدرب الماني قال لي انت كان كلامك صح بالشغله الفلانيه، اكثر من مره اعترف الزلمه. يعني هذا احنا نخليه برا الملعب، انت في جنبك لاعبين، في جنبك كادر فني، لما يشوفوا هذا التاتش بينك وبين رئيس الاتحاد مو ظابطه لا بحقه ولا بحقه. انا نصيحتي له، انا هذا حكي والله العظيم نصيحتي له، هو لما كان مدير منتخب سابقا، كان مدير سابقا مع الكابتن ايمن حكيم، كان نائب رئيس الاتحاد، بس هلا هو دوره كرئيس اتحاد مدير منتخب صار صعب كثير يقعد تحت، صعب. تمام. اليوم يعني بالكواليس في اجتماع كتير على مستوى عالي، وبهذا الاجتماع انقال انه الكابتن طارق جبان يعني بما معناه انه خذلنا لانه ما كشف لنا شتنجي او ما تدخل بشتنجي او ما وضح لنا الصوره الحقيقيه لشتنجي. طيب اسالك سؤال، مدرب شتنجي بقي سنه بسوريا، سنه، لو في حدا يقيمه فنيا تمام لحتى يوقفوا على حده اذا كان هذا المدرب ضعيف او مدرب عم يغلط، كان لازم هذا الشيء نحط، هذا الشيء يكون عن طريق مدير منتخب. طيب احنا عقيل نقول ما في مدير منتخب، المنتخب رئيس اتحاد استاذ فايد دباس. طيب طارق جبان متهم اساسا انه عم يتدخل بالشتانجي، متهم اساسا بخيارات شتانجي، كيف انا بدي احطه عن حده؟ هذا كلام حتى سياده اللواء موفى جمعه انا بوجه له تحيه حكاه،
حكى بس هذا مو كلامه، هو اساسا سياده اللواء مصطفى جمعه ما بيهتم بامور فنيه وما له علاقه حتى يقيم امور فنيه. يعني هو الزلمه دائما بيحكي بناء على تقارير معينه من اتحاد كره القدم للواء مصطفى جمعه. فحتى اللواء مصطفى جمعه ذكر انه انا بحمل الكادر الاداري كاملا ورئيس الاتحاد وحتى المدرب طارق جبان بيتحمل كونه طارق جبان هو العين السار او هو مثل عيننا على المنتخب لحتى يعرف اخطاء شتانجي يوقفوا عن حده. هذا كلام مو دقيق. تمام. انا مو طالب الا وقفوا شتانجي عن حده، في المفروض يكون مدير منتخب هو يوقف عن حده اذا كان عم يغلط. تمام. الكابتن حميد ميدو قال بده يعلق على موضوع صغير، بس اذا بتقدروا تاخذوا رقمه للكابتن حميد ميدو تحكوا معه اتصال هاتفي لنشوف بس شو الموضوع اللي بده يعلق عليه الكابتن حميد ميدو. انا بهالاثناء بدي اسالك، احد اكثر اللاعبين اللي كان قبل دخول البطولة عم يتحمل خلينا نقول كتير قصص، او خلينا نقول امال الجمهور السوري كانت كتير كبيرة عليه، هو عمر السومة. واداء عمر السومة بثلاث مباريات لم يكن على المستوى ابدا ابدا ابدا. يعني شفناه باول لعبتين كيف كان تقريبا ولا شيء، ما قدم ولا شيء ولا 10% من مستواه. وباللعبة الثالثة يعني كمان سجل هدف بس من ضربة جزاء. اختلفت المعطيات يمكن باللعبة الثالثة مع أستراليا. وحمل كثير من القصص اللي صارت برات الملعب من شارة الكابتن لبعض الأمور وبعض الشغلات اللي خلينا نقول إدارية اللي كمان تختص بموضوع إنه يعني الدلال اللي انحكى عنه، الدلال الزايد لعمر السومة من إدارة المنتخب. بالنسبة لعمر السومة طبعا هو اكيد ما ظهر بالمستوى اللي كانت الناس كلها يعني متامله انه عمر السومة هو يكون يعني بس بين المنتخب بكاس اسيا، كونه بيمتلك كل الامكانيات حتى يكون هداف كاس اسيا وحتى يكون افضل لاعبين اسيا، وما زال هو من افضل لاعبين اسيا. انا بقول لما يكون فريق بشكل عام سيء تمام، لو بيكون معك افضل لاعب بالعالم حيتاثر. يعني هي المساله مساله جماعيه ما هي مساله فرديه. لما يكون باقي اللاعبين جيدين لازم يكون عمر السومة جيد. المشكله انت لعبه اردن فلسطين المنتخب كله كان سيء، يعني ما فيك تقول لاعب كان منيح باستثناء لاعب او لاعبين كانوا ادوا واجباتهم على اعلى مستوى اللي هو عمر الخريبين، واضافه يمكن لبعض اللاعبين اللي ظهروا بمستوى جيد. انا برايي شخصي وحيد عجان كان لاعبين جيدين، العنيزان ما كان لاعب سيء، كان لاعب جيد. باقي اللاعبين مستوياتهم كانت متفاوته. لكن نحن بنقول الحاله هي اساسا جماعيه. بعدين خلينا نطلع على العامل الفردي. ليش عمر السومة ما ظهر بامكاناته الفرديه؟ يعني عمر السومة اصبح الوضع الحالي لعمر السومة كلاعب مهاجم مو من نوعيه اللاعبين اللي بالكود. عمر السومة لاعب هداف. عمر السومة لا يمكن يفيدك بالمنتخب الا من خلال تسخر له عناصر خلفه لحتى يخلقوا له فرص اللي هو سجلها. عمر السومة عمره 30 سنه، طبعا عمر 30 سنه افضل عمر للاعب كره قدم يمزج بين الخبره والشباب. لكن عمر السومة اسلوبه هلا اصبح هو لاعب صندوق، يعني لاعب بينتظر كره عرضيه، بيطلع بيشترك بالكرات الراسيه. عمر السومة ظهر بمستوى ما هذا مستواه. لكن هقول لك ليش. هلا حكينا جماعيا الفريق كله كان سيء، عمر السومة حيكون سيء. لما ابراهيم علمي كان يشيل المنتخب ويكون الفريق سيء، كان ابراهيم علمي كان كل الفريق معه جيد، فكان يصير ابراهيم علمي كان مستوى جيد. عندك في بعض اللاعبين ما هذا مستوى الحقيقي. خلينا نحكي شو اللي خلاه عمر السومة يكون بهذا المستوى. اكيد في شغلات هي خارج ملعب، بس اشاره الكابتن اثرت عليه. مشكله انه هو متهم انه هو لاعب مدلل اثرت عليه. هو لاعب مدلل فعلا؟ مساله انه هو يثبت انه هو لاعب مدلل فعلا؟ هو لاعب مدلل عند الاستاذ فايد دباس. مو بس هو، في اكثر من لاعب مدللين. معلش مين هن اللاعبين المدللين؟ ما راح احكي. هو لاعب مدلل منهم. طب طالما حكيت على عمر السومة احكي على الباقي. هلا فراس لاعب مدلل. وينه فراس؟ هاي مشكلتنا. هلا اخر شيء حاسالك عن فراس. انا احكي على فراس، موضوع فراس. هلا في بعض اللاعبين مدللين. هذا الشيء سوى على فكره بين اللاعبين احيانا